السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وحبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. معاكم مستر حسام طلعت في فيديو جديد، وإحنا النهاردة هنبقى بنحل مع بعض الأسئلة بتاعة Unit 3 and 4 من كتاب جونس للمراجعة النهائية. هنحل طبعا vocabulary وجرامر وأسئلة امتحانات سابقة وكل ما يتعلق بالأسئلة اللي ممكن نشوفها على Unit 3 and 4. يلا بينا نبدأ. أول سؤال: something that completely surrounds or engages you، الحاجة اللي بتحوطك وبتكون متخليك إن أنت منغمر فيها، طبعا دي الحاجة الإيه اللي بتكون immersive. سؤال رقم 2: we plan to implement a new software system. كلمة implement يعني يطبق، بتساوي يا مستر كلمة apply وكلمة carry out، يعني هنختار A and B. السؤال اللي بعده: she decided to approach the problem step by step. كلمة approach يا مستر هي من الكلمة اللي ليها معاني كتير جدا، فأنا هنا لازم أحدد معناها في السياق هنا إيه. كلمة approach اللي قدامنا هنا بمعنى يقترب من أو يبدأ في حل المشكلة. طبعا هنا الأنترم بتاعه هو avoid، يتجنب أو يتجاهل المشكلة. سؤال رقم 4: the childhood friends have kept in touch. صح. طب لو قلت stayed in touch برضه صح. طب لو قلت been in touch برضه صح. طب يا مستر التلاتة صح، يبقى الإجابة الرابعة بتاعتنا اللي مكتوب فيها all are okay، اللي هي زي في العربي كده كل ما سبق. سؤال رقم 5: this technology has been developed not at a large scale. يا مستر أنا فاكرها كانت عندنا في حروف الجر اسمها on a large scale، يعني على نطاق واسع. سؤال رقم 6: not means to put a plan. not معناه إن أنت تحط خطة أو قرار أو فكرة into action، يعني تبدأ في تطبيقها. دي يا مستر يعني ينفذ، اللي هي implement. بعد كده سؤال رقم 7: the knight set out to conquer the dragon and save the village. السينونيم بتاع كلمة conquer يعني يقهر أو يغزو، وطبعا هنا يا مستر بنفس معنى overcome اللي هو يتغلب على. سؤال رقم 8: if such measures were implemented، لو طبقت هذه الوسائل أو الطرق the problem could be overcome، يمكن التغلب على المشكلة in a few months. كلمة implement اللي هي يطبق، عكسها يا مستر كلمة neglect أو ignore، يبقى يا مستر A and B. خلي بالك كلمة carry out هي synonym. سؤال رقم 9: what is the benefit not reading books online. طبعا يا مستر اسمها benefit of، كلمة benefit of يعني فائدة. سؤال رقم 10: most employers. كلمة employers اوعى تتلخبط ما بينها وما بين الكلمة التانية اللي هي employee. كلمة employers ده اللي بيشغل الناس عنده اللي هو المدير، إنما كلمة employees ده الموظف. الemployers بيفضل إن هو hire people that can not various tasks efficiently. طبعا يا مستر هي do perform، وتبقى الإجابة B and C. سؤال رقم 11: not means to make large quantities of a product. not يعني معناه إن أنت تعمل كمية كبيرة من البرودكت المنتج بسرعة و efficiently بكفاءة. ده يا مستر طبعا معناها mass produce اللي هو الإنتاج بالكم. سؤال رقم 12: would this afternoon be inconvenient. كلمة inconvenient يعني غير ملائم، وعكسها كلمة convenient أو suitable. بيقول لك كلمة inconvenient بقى بنفس معنى إيه يا مستر؟ يبقى بنفس معنى unsuitable اللي هي غير مناسب أو غير ملائم. سؤال 13: it's difficult to concentrate. اسمها يا مستر concentrate on. concentrate on يعني يركز على. سؤال 14: I had to fill in this really complicated form. السينونيم بتاع كلمة complicated. طبعا كلمة complicated يعني معقد، والسينونيم لكلمة معقد هو complex اللي برضه بمعنى معقد. سؤال رقم 15: by learning new skills you can not opportunities for yourself in future. مستر عن طريق أو خلال تعلم المهارات الجديدة أنت نقط فرص جديدة لنفسك في المستقبل. يا مستر هي تبقى A and C، لأن كلمة create opportunities يعني يخلق فرص، كلمة provide opportunities يعني يمد بالفرص. سؤال رقم 16: not means something that is done on a larger level or in a more extensive way. يا مستر ده معناها on a bigger scale، يعني بمقياس واسع أو على مدى واسع. Her cold rude approach. مستر كلمة approach بقى هنا جاية بمعنى إيه؟ بقول لك برودها والرود ابروتش ده طبعا يا مستر هنا كلمة ابروتش جايه بمعنى اسلوب، فلما يقول لك السينونيم بتاع كلمة ابروتش يعني اتيتيود اللي هو اسلوب او طريقة في التعامل. رقم 18: she had to not an operation on her knee. السؤال ده بقى يا مستر محتاج شوية شرح. ليه؟ لأن ممكن تبقى do an operation وperform an operation وcarry out an operation، بس سبحان الله هتلاقيني بقول لك إن الإجابة في الآخر
have an operation. طب أنت قايل لي يا مستر إيه ده؟ إزاي وليه؟ هاقول لك ركّز بقى معايا في اللي هنقوله دلوقتي. لو هي يا مستر do أو perform أو حتى carry out، ال3 دول يا مستر دول بييجوا مع الدكتور، اللي هو هيعمل العملية للمريض، هو اللي هيؤدي، هو الفاعل بتاع العملية. إنما verb have an operation ده المفعول، ده اللي العملية هتتعمل له. فلمّا أقول لك I will have an operation كده أنا حد هيعمل لي عملية، الدكتور هو اللي هييجي يعمل لي العملية. إنما لمّا أقول لك do أو perform أو carry out an operation أنا اللي باعمل العملية لحد تاني. سؤال رقم 19. A diet high in carbohydrates and fats may not weigh gain. طبعًا هنا يا مستر هتبقى lead to. طب يا مستر ليه اخترنا lead to مش result from؟ قال لك كلمة result from بييجي بعديها السبب مش النتيجة. إحنا هنا يا مستر weigh gain دي النتيجة اللي هتيجي لك بسبب أكل الدهون. كمان حاجة يا مستر كلمة from بييجي بعديها الverb ومضاف له ing. سؤال رقم 20. Not refers to the medical care or therapy given to someone to manage or cure a health condition or illness. طبعا ده يا مستر الايه التريتمنت اللي هو العلاج. رقم 21. It has been a spectacularly successful year. السينونيم بتاع الكلمة دي يا مستر كلمة spectacular بنفس معنى مميز أو رائع تساوي كلمة remarkably اللي هي رائع. رقم 22. The flowers in the vase are artificial. كلمة artificial يا مستر يعني حاجة صناعية من صنع البشر، وعكس الحاجة الartificial يا مستر هي الحاجة الناتشرال الطبيعي أو الحاجة الgenuine اللي هي الأصلية، هتبقى يا مستر B and C. سؤال رقم 23. Lack of sleep can not negative effects on your ability to concentrate. طبعا يا مستر can have negative effects يمكن أن يكون لديه أو له تأثيرات سلبية. مستر اوعى تنسى الفرق ما بين effect اللي بالإي و affect اللي بالإي. لو هي effect أولها إي كده يا مستر هي noun، إنما لو هي affect اللي بالإي تبقى يا مستر verb. سؤال 24. The movie relates not the struggles of finding true friendship. طبعا يا مستر هنا هي relates to. سؤال 25. The company is known for its innovative approach to technology. كلمة innovative يا مستر هنا جاية بمعنى إيه؟ إبداعي أو مبدع، وتبقى جاية بمعنى رائد برضو اللي هي كلمة pioneering. سؤال 26. Mom provides emotional support when I feel down. السينونيم لكلمة support كلمة support بنفس معنى كلمة encouragement اللي هي دعم أو تشجيع. سؤال رقم 27. The instructions were too complicated for me to understand. التعليمات كانت complicated معقدة. كلمة complicated إيه عكس يا مستر الحاجة المعقدة؟ طبعا الحاجة السيمبل البسيطة. السؤال اللي بعده رقم 28. Are you looking for a permanent job؟ كلمة permanent يا مستر يعني دائم، فهل أنت بتدور على حاجة دائمة شو وظيفة دائمة؟ طب عكس الدائم يا مستر كلمة temporary اللي هي مؤقت. سؤال 29. The store offers high quality electronics not at competitive price. يا مستر دي محفوظة على بعضها اسمها at a competitive price بسعر تنافسي. سؤال 30. The tickets for the concert will go not sale. يا مستر كان اسمها go on sale، و go on sale يعني تبدأ في المبيعات أو يعني تتعرض. سؤال رقم 31. A leader should be diplomatic in his not to political situations. هنا بقى يا مستر هتبقى approach، بس approach المرة دي جاية بمعنى نهج أو طريقة أو أسلوب. سؤال 32. If such measures were not, the problems could be overcome in a few months. لو تم تطبيق، وتطبيق يا مستر يعني implement. سؤال 33. pollution levels in the Nile are being not closely. طبعا يا مستر هنا are being monitored يتم مراقبتها بعناية. سؤال رقم 34. our prices are highly not. أسعارنا بتكون إيه؟ أكيد يا مستر أي حد بيتكلم معاك بيقول لك أسعارنا بتكون competitive تنافسية. دي كمان يا مستر are low دول بنفس قلة أو كمان أقل من أي حد آخر. سؤال 35. we shall be making the product on a large يا مستر كان اسمها on a large scale، و on a large scale يعني على مقياس واسع أو بشكل أوسع أو نطاق واسع.
السؤال اللي بعده سؤال رقم 36. في 36 بيقول لك we are thankful. كلمة thankful يعني شاكرين أو ممتنين for all the ideas and يا مستر طبعا innovations الإبداعات اللي هي خلت حياتنا better أفضل. سؤال 37. after his retirement بعد ما أحيل إلى التقاعد يعني بعد ما طلع معاش he not himself in various charitable activities. طبعا يا مستر he immersed غمر نفسه في الأعمال الخيرية. سؤال 38. he scheduled the meeting for a نقط time. هو غير ميعاد الجدول لميعاد نقط. معظمكم هيروح زي العبيط يمد إيده على كلمة suitable، ومعظمكم التاني هيروح على كلمة convenient. أقول له طب أنت بذكائك لو جيت تبص هتلاقي إن convenient و suitable الاتنين بنفس المعنى، يبقوا الاتنين غلط. وكمان كلمة probable برضه ما تنفعش يا مستر. طب ليه أنت مختار inconvenient؟ قال لك كمل قراءة كده هتلاقيني بقول لك so few people could attend. ما حضرش غير عدد قليل، يبقى الميعاد كان inconvenient ميعاد غير ملائم أو غير مناسب. سؤال 39. The latest vacuum cleaners contain. كلمة vacuum cleaner لو حد فيكم ما يعرفهاش تقدروا تترجموها يعني مكنسة كهربائية. المكنسة الكهربائية تحتوي على نقط اللي بيقدر يديتكت. كلمة ديتكت يعني يستشعر كمية الدست. طبعا هنا يا مستر هتكون سنسورز اللي هي أجهزة استشعار. سؤال رقم 43. Plastic is the best kind of نقط on which to use a computer mouse. بقول لك البلاستيك هو أفضل نوع من أنواع نقط اللي تحط عليه الكمبيوتر ماوس. طبعا يا مستر هنا هو قصده كلمة surface اللي هو أفضل سطح تستخدم عليه الكمبيوتر ماوس تحط عليه الماوس بتاعك هي البلاستيك. سؤال 44. Don't eat the sweets if the نقط has been damaged or torn. كلمة torn يا مستر هي كلمة من الكلمات اللي ما بنشوفهاش كتير، وهي verb تصريف من كلمة tear اللي هي بمعنى يمزق. هي tear tore torn، وtorn تصريف ثالث بمعنى ممزق. فبقول لك لا تأكل الحلويات لو الباكجينج. بكلمة باكجينج يعني الغلاف اللي هي التغليف بتاعها. سؤال رقم 45. The film was shown in the audience was totally not in it. طبعا يا مستر هنا هي immersed كانوا منغمرين فيه يعني مش واخدين بالهم مركزين قوي قوي في الفيلم مش حاسين بأي حاجة حواليهم. سؤال 46. The نقط trained in machines that stimulate conditions in space. مين اللي بيتدرب يا مستر في آلات بتحاكي الظروف في الفضاء؟ طبعا يا مستر دول الأسترونوتس اللي هم رواد الفضاء. هو يا مستر الفرق ما بين الأسترونومر عالم الفلك والاسترونوت رائد الفضاء؟ بص بقى يا شباب، الاسترونوت ده اللي بيسافر بيطلع الفضاء، انما الاسترونومر ده عالم الفلك ده اللي بيقعد يدرس ويحلل البيانات اللي بتتبعت له من رواد الفضاء. سؤال 47. As far as we know بقدر ما نعرف the entire نقط was created in the Big Bang. وطبعا ده كلام استغفر الله العظيم يعني ملناش دعوة بيه. بقول لك بقدر علمنا the entire universe العالم أجمع تم إنشاؤه في نظرية البيج بانج اللي هو الانفجار الكوني أو الانفجار العظيم. سؤال 48. Unless a new knot is found to control traffic we will never find a solution to the dilemma. كلمة dilemma اللي في الآخر دي يعني معضلة أو مشكلة. فبقول لك لو لم يوجد طريق أو أسلوب. طبعا الإجابة هنا هي approach منهج أو طريق أو أسلوب. سؤال 49. No matter how good نقط intelligence just can't measure up to human intelligence. طبعا يا مستر احنا حافظينها اسمها artificial intelligence أو AI اللي هو الذكاء الاصطناعي. معنى الجملة بيقول لك لا يهم كم كان جيدا ولكن الذكاء الاصطناعي لا يمكن قياسه أو مقارنته بالذكاء البشري. سؤال رقم 50. When you give نقط in court you have to swear to tell the truth. طبعا يا مستر when you give evidence لما تقدم دليل في المحكمة. طبعا هنا يا مستر في كلمة تانية الشاهد بيقدمها في المحكمة اسمها testimony اللي هي شهادة. سؤال 51. Some teachers are finding difficult to not the government's educational reform. طبعا يا مستر هنا هي implement. بعض المعلمين بيواجهوا صعوبة في تطبيق ال educational reforms طرق التعليم الحديثة أو اللي الحكومة عاملاها يعني. سؤال 52. He tried to run away but he gave up when he found himself. طبعا يا مستر surrounded لما لقى نفسه محاط. طبعا هنا هو محاط بسيط طبعا البوليس.
سؤال 53 many new manufacturing techniques enable factories to mass. طبعا يا مستر احنا حليناها فوق كذا مرة، اسمها mass produce اللي هو إنتاج بالكم أو بالجملة. سؤال 54 the sacrifice of our soldiers will remain a not mark in our history. طبعا يا مستر will remain a permanent mark، هتظل علامة ثابتة في تاريخنا. سؤال 55 Computer games are a blend of not graphics and creative gameplay programming. طبعا يا مستر هنا هي immersive. سؤال رقم 56 The United States is planning to launch a nod to the moon in a few years. طبعا يا مستر هم بيخططوا ان هم يبعتوا spacecraft. كلمة spacecraft يعني مركبة فضائية. سؤال 57 The view from the top of the hill is not great. طبعا يا مستر هنا is spectacularly great، رائع بشدة. سؤال 58 You need a lot of not to see what the building will be like when it's finished. طبعا يا مستر محتاج يبقى عندك imagination، مخيلة واسعة. سؤال 59 We can say with certainty that there is life on other planets. وطبعا يا مستر كلمة planets اللي هي كواكب، اوعى تتلخبط ما بينها وما بين كلمة plants اللي من غير حرف الإي اللي هي بمعنى نباتات. سؤال رقم 60 Children are not about animals and how they live. طبعا يا مستر هنا هتبقى curious عشان حرف الجر، keen محتاجة on، interested محتاجة in. طبعا exciting هي ب ing، لو كانت بإيدي كانت بقت صح. سؤال 61 they were very lucky to not the accident without even a scratch. طبعا يا مستر هنا survive the accident يعني ينجو من الحادثة. سؤال 62 unfortunately the accident left the young man not disabled. طبعا يا مستر هنا هي permanently disabled، معاق بشكل نهائي. سؤال رقم 63 Drug smugglers not try to find new ways of getting drugs into a country. طبعا يا مستر كلمة drug smugglers اللي هم مهربي المخدرات دائما أو باستمرار يحاولوا. طبعا يا مستر هنا هي constantly. طب ليه ما ينفعش يا مستر continue؟ قال لك لأن continue بتحتاج حرف الجر to. سؤال رقم 64 As time goes by, not have found planets in larger and larger orbits. طبعا يا مستر هنا مين اللي بيلاقي كواكب؟ دول طبعا الأسترونومرز اللي هم علماء الفلك اللي بيدرسوا الفلك. سؤال 64 As time goes by، بمرور الوقت not have found planets on in larger and larger orbits. طبعا يا مستر دول الأسترونومر علماء الفلك. 65 Most of the world's famous novels are published in not books. طبعا يا مستر هنا in illustrated books، كتب تفسيرية أو كتب واضحة وصريحة. سؤال رقم 66 Electricity is dangerous and should be not with caution. طبعا should be treated، تعامل بحكمة أو بحرص. سؤال 67 The teachers keep note of the children's progress. طبعا يا مستر keep records يعني يبقوا على سجلات أو يحافظوا على سجلات لتقدم الأطفال. سؤال رقم 68 The new perfume has been not in all the major women's magazines. طبعا يا مستر has been advertised، تم الإعلان له. مستر اوعى تنسى الفرق ما بين announce و advertise. كلمة announce يذيع أو يعلن خبرا أو بيانا، إنما advertise يروج لسلعة أو لمنتج. سؤال 69 May not about her age to get married. طبعا يا مستر May lied، كذبت حول عمرها أو سنها لكي تتزوج. سؤال رقم 70 The job not a high level of organizational ability. طبعا يا مستر هنا requires تتطلب، إنما كلمة inquires بمعنى يتساءل، و acquires يعني تحصل على. رقم 71 Everyone was disappointed when the team failed to not to the next round. طبعا يا مستر هنا كلمة advance بمعنى يتقدم. كل الناس كانت خائبة الأمل أو محبطين عندما فشل الفريق في التقدم للجولة التالية. سؤال 72 treasures الكنوز from the sunken ship. كلمة sunken ship يعني السفينة الغرقانة. were put on not at the museum. طبعا put on display يعني يضعه في عرض. سؤال 73 trees go through the knot of growing and losing leaves every year. طبعا يا مستر هنا هي process، عملية طبيعية. سؤال 74 It's not for health to maintain a positive attitude to life.
طبعا يا مستر it's essential، وكلمة essential يعني شيء ضروري. سؤال رقم 75. She called at a most نقط time. دي اتصلت في نقط وقت ممكن. The I couldn't answer her call. يبقى الوقت كان غير مناسب، وتبقى at most inconvenient time، وكلمة inconvenient يعني غير مناسب أو غير ملائم. سؤال رقم 76. I not on the sofa reading my book. طبعا يا مستر هي هنا laid التصريف التاني من فعل lie اللي هو بمعنى يستلقي، اللي هو يفرد ظهره. سؤال 77. cutting down trees not our global climate. طبعا يا مستر هنا هي endangers يهدد أو يعرض للخطر. سؤال رقم 78. The lack of evidence means that the case is not to go to court. طبعا يا مستر لو مفيش أدلة ده معناه إن القضية في الغالب لن تذهب إلى المحكمة، تبقى unlikely يعني من غير المحتمل. سؤال 79. Good computer skills will not your career prospects. طبعا يا مستر هنا هتبقى improve هتحسن. سؤال رقم 80. As a result not the rain the match was postponed. طبعا as a result of نتيجة لي. سؤال رقم 81. She has always been opposed to experiments on animals. إجراء التجارب على الحيوانات. سؤال 82. High heels are not for long walks. They are too painful. الهاي هيلز اللي هي الأحذية اللي بكعب عالي ما بيكونوش نقط للمشي لمدة طويلة، دول بيكونوا مؤلمين جدا. طبعا يا مستر هي are not practical ليسوا عمليين. سؤال 83. They ran نقط tickets for the concert so I couldn't buy one. طبعا يا مستر اسمها run out of يعني ينفذ من عنده أو يخلص الحاجة دي من عنده. سؤال 84. Does the price of the car نقط sales tax. طبعا يا مستر هنا include هل هو بيشمل أسعار الضرائب. سؤال 85. Answer at نقط 3 of these four questions to succeed. طبعا يا مستر اسمها at least، وكلمة at least يعني على الأقل. سؤال 86. I usually do my homework not my own. طبعا يا مستر اسمها on my own، و on my own يعني بمفردي أو لوحدي. صفحة 53 ندخل على ال structure أو أسئلة الجرامر بتاعة unit 3 في صفحة 53. أول سؤال بيقول لك once I not sure the car is ready for the journey I will contact you. بص بقى يا أستاذنا، مستر هي once بتربط ماضي وبتربط مضارع، أفرق إزاي؟ احفظ الجملتين اللي هنقولهم دلوقتي. الماضي يتربط بماضي، والمضارع يتربط بمضارع أو مستقبل. فلو أنا لقيت عندي في الجملة في مستقبل أو في مضارع فما ينفعش أربط بماضي، لازم أربط بمضارع. وعلشان كده لما جيت أبص أنا قمت مستبعد had وقمت مستبعد was. اتبقى لي will واتبقى لي have made. بص بقى يا سيدي قاعدة كمان وملحوظة، الروابط مستحيل يجي بعديها will، يبقى اتبقى لي يا مستر have made وتبقى هي دي الإجابة. خلي بالك مش once بس، after و before و as soon as وكل الروابط دي ما بيجيش بعديها الفيوتشر. سؤال 2 بيقول لك I not to the theater until. أنا أول ما شفت كلمة until وقفت عندها لحظة. بص يا سيدي until في العادي بتربط ماضي تام في يونت 2، بس احنا هنا دلوقتي في يونت 3 يا مستر قال لك انا لقيت بعديها جه present مضارع. طالما جه مضارع يتربط بمضارع او مستقبل، قمت مستبعد didn't وقمت مستبعد hadn't. وعشان اكمل المعنى يا مستر فانا هقوم رابط بايه؟ بفيوتشر. انا مش هروح الى الثياتر اللي هو المسرح حتى اقابل اصدقائي. سؤال رقم 3. He will have his lunch as soon as he not the restaurant. طبعا يا مستر as soon as انا جه قبليها ايه؟ لقيت قبليها will، فلقيت قبليها مستقبل يبقى بيجي بعديها مضارع، استبعدت الاتنين الماضي. هل هنا في حاجة تدل على الاستمرار؟ لا يا مستر، يبقى اتبقى لي مضارع بسيط وهي reaches. سؤال 4. When I return home لما ارجع البيت I not studying because I have a headache. لما ارجع البيت انا نقط مذاكرة عشان انا عندي headache صداع. طب خلينا نخلي كلمة صداع دي كده على جنب هنحتاجها في الآخر. أنا هنا لقيت return present مضارع، يبقى أنا يا مستر عايز إيه؟ عايز مضارع أو مستقبل. not going to من غير ولا أم ولا is ولا are ما تنفعش. haven't started ما تكملش المعنى. اتبقى لي will واتبقى لي won't. ساعتها بقى نرجع لكلمة headache.
أنا عندي صداع، يبقى أنا هابدأ مذاكرة والّا مش هابدأ؟ لا يا مستر مش هابدأ وتبقى won't start. سؤال رقم 5 The moment I know everything for the party I will tell you. طبعًا يا مستر هنا أنا لمّا جيت أبُص أنا لقيت future I will، قُمت مستبعد had وقُمت مستبعد was، وما ينفعش أكرر المستقبل مرتين يبقى يتبقى لي have prepared. بمجرد ما خلصت تجهيزات أنا هاقول لك. سؤال 6 I will stay here till. يا مستر أنا لقيت مستقبل ولقيت till أو until، يبقى أنا عايز بعديها مضارع بسيط أو مضارع تام. لقيت يا مستر comes مضارع بسيط ولقيت has come مضارع تام، وبقت الإجابة B and C. سؤال رقم 7 As soon as you see the criminal. بمجرد ما تشوف المجرم يا مستر هاعمل إيه؟ هل هنا هاروح زي العبيط أحط مستقبل والكلام ده؟ قال لك لأ، هنا ما فيش subject، وإحنا متفقين يا مستر لو الsubject اتحذف من الجملة التانية بنحط الفعل في المصدر، إنما لو الsubject اتحذف من بعد الرابط زي after أو before أو while أو when بنجيب الverb plus ing. بعد كده سؤال رقم 8 after you have studied. مستر أنا لما جيت أبص لقيت إن after جه بعديها المضارع التام، يبقى الناحية التانية أنا عايز مستقبل أو مضارع بسيط، بس أنا لمّا جيت أبُص ما لقيتش هنا في subject يا مستر. طالما ما فيش subject باجيب الفعل في المصدر، جات إيدك تتمد على المصدر لقيتني باقول لك غلط، تقول لي إزاي يا مستر؟ هاقول لك شوف بقى المعنى هنا، بعد ما تذاكر اتفرّج على التلفزيون عشان تضيّع وقتك؟ طبعًا لا يا مستر هي don't study. خلّي بالك أنا ممكن في الجملة التانية أحط مصدر أو don't زائد المصدر والاتنين زي بعض بيدّوك هنا المعنى المطلوب. سؤال رقم 9 not to the theater until I give you a permission. طبعًا يا مستر هنا أنا عايز أقول له لا تذهب، وأنا هنا عندي until جه بعديها مضارع، قمت مستبعد الماضي. طب يا مستر لو أنا جبت don't go وخليتها منفية صح، طب لو جبت subject وwant زائد المصدر برضه صح، تبقى الإجابة يا مستر B and C. السؤال اللي بعده don't worry لا تقلق once I know out of the exam result I will tell you. لا تقلق يا مستر أنا لقيت هنا أدي المستقبل، يبقى أنا هنا عايز المضارع. طيب يا مستر استبعدت دي عشان ماضي، يتبقى لي دي مضارع. طب ما هي دي مضارع وهي دي مضارع، قال لك دي غلط عشان مستمر ما يمشيش معانا. طب يا ترى هي بقى مبني للمعلوم ولا المجهول؟ بمجرد ما أخبر بدرجة الامتحان ولا بمجرد ما أخبر؟ طبعا يا مستر هي أخبر باسيف فتبقى have been informed. رقم 11 All experts think that Egypt not overcome this economic problem in 2026. طبعا يا مستر ده تنبؤ عادي بدون دليل وتبقى الإجابة will. السؤال اللي بعده All experts think that this economic problem يا مستر ده حط الأوبجكت الأول وتبقى passive وتبقى will be. سؤال رقم 13 All experts think that Egypt not overcome this problem. بص بقى كده هو هنا استخدم إيه يا مستر؟ باي دي حوّلت من مستقبل بسيط فوق لمستقبل تام تحت وتبقى الإجابة إيه؟ أيوه شطار will have overcome. طب هنا يا مستر لمّا حاول يخلّيها لي passive وبدأ بالobject اللي هي الeconomic problem بقت will have been overcome. سؤال رقم 15 By 2030 scientists will not glasses on which we watch videos. طبعًا يا مستر will have invented هيكونوا اخترعوا نظارات بنتفرج بيها على الفيديوز. سؤال رقم 16 By 2030 treatment for cancer. يا مستر علاج للكانسر سوف يوجد، تبقى will have been found لأنها برضه passive. جيت أبص يا مستر كده أنا شايف إن الأسئلة كلها ماشية باي 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 باي، وأنت أول ما بتشوف باي يا مستر بتقوم قايل إن هي مستقبل تام. تعالَ بقى نبُص كده في سؤال رقم 17 باقول لك by 2030 بحلول سنة 2030 English language will know by millions of people. يا مستر هي مش by أنت لسه قايل مستقبل تام، أنا جيت أختار دي قُلت لك لأ غلط دي مش مستقبل تام، أُمّال يا مستر قال لك دي مستمر دي فيها ing. طب يا مستر دي مستقبل تام، قال لك بس دي مبني للمعلوم، ودي برضه مبني للمعلوم. يا مستر أنت إزاي رايح تختار be spoken؟ هي مش be spoken دي مستقبل بسيط، أقول لك أيوه هي كان المفروض الإجابة مستقبل تام، بس أنا ما لقيتوش، ما لقيتش غير مستقبل بسيط، فهو هنا اعتبرها تنبؤ بدون دليل. سؤال رقم 18 تعالَ نشوفه. By 2030 they expect not 3 more lines of the Cairo metro. هنا بقى يا مستر أنا جيت أحط will قُلت لك will غلط. ليه؟ قال لك لإن expect ما جاش بعديها subject، في الحالة دي بنجيب إيه؟ to واللي كان بعد will هي مستقبل تام فالمفروض تبقى will have VB،
فأنا هنا جبت مكانها to have زائد البي. سؤال رقم 19 when Jana arrives home يا مستر أنا شفت when وبعديها مضارع بسيط يبقى الناحية التانية يا إما مضارع بسيط يا إما مضارع تام. تعال نكمل. when Jana arrives home لما جانا توصل البيت her mother نقط مامتها هتكون نقط الطعام ولذلك جانا won't help جانا مش هتساعدها. قال لك يا مستر أنا لما عينيا جت على won't help عرفت إن كده مامة جانا هتكون انتهت من تحضير الطعام وتبقى will have prepared هتكون خلصته. بس لما جيت ابص على الجمله اللي تحتيها لقيت ان جانا will have to help her mother جانا هتساعد امها. طالما جانا هتساعد امها يبقى مامتها هتبقى مستمره في تحضير الطعام يبقى مستقبل مستمر. سؤال 21 he is visiting us next week هو هيزورنا الاسبوع القادم. this means that not next week يا مستر انا لما لقيت am و is و are زائد الفيرب ing عرفت ان هي تحضير وترتيب وطبعا تبقى الإجابة إيه لأن كلمة arrange تحضيرات وترتيبات إنما decide ده قرار بيجي مع going to plan خطة مع going to promise مع will والمصدر يبقوا يا مستر التلاتة دول غلط عشان دي going to ديت محتاجة will وديت برضو محتاجة going to إنما arrange هي اللي صح مع with و are ing. سؤال 22 he is going to visit us next week هو هيزورنا الأسبوع اللي جاي. بص بقى هنا عمل إيه استخدم going to تبقى الرينج غلط وبريبير تحضير وترتيب برضو غلط. طب يا مستر he has thought هو بيفكر برضو غلط إنما he has planned هو مخطط إنه يزورنا هي الإجابة الصح. سؤال 23 which sentence is grammatically incorrect مين فيهم مكتوبة grammar غلط. جيت أبص كده يا مستر ونمشي يوم واحدة واحدة. أول واحدة I'm going to be a famous doctor أنا سوف أصبح دكتور مشهور. مستر دي مكتوبة صح. I will help you بعرض عليك المساعدة دي مكتوبة صح. I'm visiting my girlfriend tonight أنا مخطط أزور صاحبي النهاردة أو مرتب إن أنا أزور صاحبي النهاردة. طب يا مستر إنما الإجابة هتبقى دي ليه؟ قال لك يا مستر أنا هنا مديني دليل إن السما دارك مغيمة فإزاي حطيت will مع تنبؤ بدليل تبقى دي غلط. عاش. سؤال رقم 24 Will you be using your tablet tomorrow هل هتبقى تستخدم التابلت بتاعك بكرة؟ الجملة دي بتعبر عن إيه يا مستر؟ قال لك تعالى نمشيها واحدة واحدة لأن الجملة دي مستفزة طبعا واستخدامها نادر جدا. هل هنا أنا بعرض عليه حاجة؟ لأ. طب هل هنا بقترح عليه حاجة؟ لأ. اتبقى لي بريدكشن إن أنا همشيها تنبؤ أو إن أنا بطلب بأدب. طبعا يا مستر هنا السؤال هيبقى فيه شوية confusion شوية مربك شوية ومحير شوية. بس أنا هنا لو جيت أفكر هو هنا بيتنبأ بحاجة تمشي سِنّة. بس لمّا نيجي نعرف إن الpolite request هو هنا request for information أنا باطلب منّك تدّيني معلومة. هل أنت هتبقى بتستخدم التابلت بتاعك بكرة؟ تبقى هي أقرب حاجة للمعنى. سؤال رقم 26 يا مستر I hope not an army officer when I grow up أتمنى أبقى ضابط شرطة لمّا أكبر. يا مستر hope ينفع أجيب بعديها to والمصدر وينفع أجيب بعديها subject زائد will زائد المصدر وتبقى الإجابة يا مستر A and B. وبالله عليكم مش عشان بتتكرر كتير في الكتاب إن الإجابة A و B نبقى إحنا على طول بنبصمج وأول ما نشوف تبقى A و B. طبعا الكلام ده مش منطقي نهائي. بعد كده سؤال رقم 26 he has arranged يا مستر أنا عناية لما جت على الارينج يعني تحضير وترتيب يبقى am و is و are زائد الفيرب زائد ing. بعد كده سؤال 27 he has planned not his relatives next week يا مستر كلمة بلان بينفع يجي بعديها to زائد المصدر فالإجابة دي تنفع. طب يا مستر هو ممكن يجي بعديها that وبعد كده نكمل بجوينج to يا مستر صح يبقى يو سي. طب ليه يا مستر ما اخترناش يا مستر ويل؟ قال لك عشان في بلان خطة والخطة ما بتجيش مع ويل. سؤال 28 حاتم برامزد السؤال ده بقى جميل أوي 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 أوي. معظم إيده هتتمد على ويل وهقول له غلط. ليه يا مستر غلط؟ هاقول لك علشان دي مش promise دي promised ولمّا ألاقيها promised بدل will أروح أختار مين would. طب ليه to غلط يا مستر؟ قال لك ما هي to ما تنفعش لمّا يبقى عندنا subject. سؤال 29 I expect رامي not a successful engineer one day يا مستر هنا لو أنا جبت to be صح ولو جبت will be برضه صح وتبقى يا مستر B and C. السؤال اللي بعده مستر علي promised أنا يا مستر عينيا جات لي المرة التانية على promised معنى كده إن أنا مش هينفع أجيب will ده أنا محتاج أجيب would. بس إيه الفرق يا مستر؟
قال لك فيهم واحدة مبني للمعلوم اللي من غير بي، واحدة مبني للمجهول اللي فيها بي. طب يا مستر هو هنا مستر علي وعد إن العمال الكفء هيرقوا، هيتم ترقيتهم، يبقى يا مستر هي مبني للمجهول وتبقى would be promoted. سؤال 31. I hope that room نقط before you start to study. أتمنى إن الأوضة دي نقط قبل ما تبدأ تذاكر. يا مستر أنا عندي before وجي بعدها مضارع بسيط، يبقى أنا هنا هقول له will be cleaned لأنها مبني للمجهول. أتمنى إن الغرفة تنظف. طب ليه يا مستر ما اخترناش جوينج تو؟ ما فيها مبني للمجهول. أقول لك أنت شكلك مش واخد بالك من كلمة hope اللي هي من الكلمات اللي بتيجي مع will. سؤال 32. Each of the students not a quiz at 9 o'clock tomorrow as arranged. يعني هي لما جت على as arranged يا مستر قلت لك أيوه تحضير وترتيب، قمت مستبعد will وقمت مستبعد going to. ساعتها أنت يا مستر قلت لي طب يا ترى هي are ولا is؟ أقول لك أنت شكلك طالب مش مذاكر. طبعا يا مستر هنا هي is، بس ليه؟ قال لك عشان each of لو جه بعديها اسم جمع الفعل مفرد، واوعى تنسى. سؤال رقم 33. They have made all arrangements. يا مستر أنا عينيا جت على كلمة arrangements يعني تحضيرات وترتيبات، وتبقى الإجابة are holding. أوعى تنسى إن التحضير والترتيب يبقى am و is و are زائد الverb زائد ing. سؤال 34. Stop making noise or you نقط. يا مستر أنا هنا عندي present فأنا هربط ب future. طبعا يا مستر هنا هي passive لأن بقول لك بطل دوشة وإلا هتعاقب ولا هتتعاقب. يا مستر passive يبقى will be punished. سؤال 35. I predict that أحمد. يا مستر أحمد هنا هو السبجكت فتبقى الإجابة will find، وهتنسى إن predict من الكلمات الدالة على will. السؤال اللي بعده. بليز يا علي من فضلك يا علي نقط bread before you come home. يا مستر لقيت before بس جه بعديها present فقمت مستبعد الباست لأن كده احنا شغالين by present ب future. هنا يا مستر أنا بطلب من علي إنه يشتري بعض الخبز وهو راجع. هتبقى الإجابة يا مستر ويل لأن ويل بتيجي مع الأوفر والريكوست العرض والطلب. سؤال 37. I can't meet you. أنا مش هقدر أقابلك since. اوعى تنسى إن since هنا جاية بمعنى لأن أو بسبب، وهنا في present يقوم مستبعد الباست على طول. طب يا مستر will revise will be revising have revised. هقول لك أفكرك بقاعدة إحنا قايلينها وإحنا بنشرح. لو أنا مش هقدر أعمل حاجة تبقى الحاجة التانية إيه؟ مستمرة، تبقى الإجابة will be revising. سؤال 38. This time next week في نفس الوقت ده الأسبوع الجاي I not at the Hilton if you need to contact me. في الوقت ده الأسبوع الجاي يا مستر، في الوقت ده الأسبوع الجاي يعني أنت كده مستقبل مستمر. في الوقت ده الأسبوع الجاي أنا هبقى قاعد في الهيلتون لو حبيت تتواصل معايا. سؤال 39. She has already decided. يا مستر أنا لقيت decide يعني قطنية قرار، وديسايد يا مستر يعني قرار، يبقى going to. قمت مستبعد الاتنين طب ايه الفرق ما بين دي اللي فيها بي واللي من غير بي؟ تقول لي يا مستر اللي من غير بي تبقى مبني للمعلوم واللي فيها بي مبني للمجهول، يبقى هي هتبيع شقتها مبني للمعلوم. سؤال رقم 40. You will be late for your train. انت هتتأخر على القطر بتاعك. I not you to the station if you like. يا مستر دي حالة اف الأولى، يبقى يا مستر هنجيب will زائد المصدر علشان الحالة الأولى من if تتكون من if present simple، الناحية التانية subject will زائد الانفينيتيف. ده غير كده يا مستر أنا بعرض عليه إن أنا أوصله. سؤال رقم 41. At this time next Friday في الوقت ده يوم الجمعة الجاية we نقط to نيويورك. إحنا نقط إلى نيويورك يا مستر. في الوقت ده الجمعة الجاية يبقى مستقبل مستمر تبقى will be زائد الverb زائد ing. طبعا يا مستر لو انت مش فاكر القواعد فاحنا ممكن نستبعد flying كده لوحدها ما تنفعش. well being وفلاي يا مستر هي will ينفع يجي بعدها ing ما تنفعش. هنا نفس الفكرة، هل will ينفع يجي بعدها ing ما تنفعش. سؤال 42. The bridge نقط across the river next January. يا مستر الجسر نقط عبر النهر في يناير القادم. يا مستر أول حاجة أنا عرفت إن هي مستقبل. تاني حاجة الجسر مش هيبني نفسه، ده هيتبني فهي مبني للمجهول، قمت مستبعد دي. مفيش أي حاجة تخليني أحط ing يا مستر. يا ترى هي will be built ولا will have been built؟ طبعا هنا مفيش أي حاجة تدل على المستقبل التام وتبقى الإجابة will be built لأن هنا هو بيتنبأ إن هم هيبنوا الجسر في يناير القادم.
سؤال 43 Our school not part in the top form contest next week. يا مستر إن المدرسة تشارك في أحد المسابقات. المدرسة ما بتشاركش في المسابقة بمزاجها يا مستر، ده لازم تحضير وترتيب، تبقى is taking. السؤال اللي بعديه 44 I can't see you this evening. أنا مش هقدر أقابلك في هذا المساء. I not my homework. يا مستر هنا I will be doing، أنا هكون مستمر في عمل واجبي. طب انا ما لقيتش will be doing يا مستر، قال لك ما هي am doing تعمل نفس الخدعة. خلي بالك ان لو مش هقدر اعمل حاجة الناحية التانية مستمر، ممكن يبقى مستقبل مستمر، ممكن يبقى مضارع مستمر، والاتنين نفس الحاجة. سؤال رقم 45 I know the housework all morning tomorrow. يا مستر أنا لقيت tomorrow مستقبل ولقيت all اللي بمعنى طوال، يبقى كده مستقبل مستمر وتبقى will be doing، هكون بعمل شغل البيت. سؤال 46 عمر نقط that high shelf is really tall. عمر نقط الرف العالي دوت ده طويل جدا يا مستر، احنا اتفقنا ان الصفات الشخصية والجسدية لا تعتبر دليل وتبقى will reach. سؤال 47 watch out you not the flower vase. السؤال ده سؤال 47 watch out you not the flower vase. انتبه احترس انت نقط الفازة بتاعت الورد يا مستر are going to drop، لان دوت احداث على وشك الوقوع. سؤال 48 يا مستر by this time بحلول الوقت ده، وباي زائد time يعني يا مستر مستقبل تام، وتبقى يا ترى will have completed ولا will have been completed. يا مستر builders دول عمال البناء يبقى هم subject وتبقى will have completed. سؤال 49 Egypt has an ambitious plan. Egypt عندها خطة ambitious يعني طموحة. A number of tourists not in the next few years. طبعا يا مستر هنا will be doubled are going to be doubled صح. سؤال رقم 49 Egypt has ambitious plan. يا مستر دي عندها خطة، وطالما خطة يا مستر تبقى going to. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 50 we have already booked the tickets. احنا خلاص حجزنا التيكتس التذاكر. طالما حجزنا التذاكر يا مستر يبقى احنا بدأنا في التنفيذ، وتبقى الإجابة are traveling. ما تنساش تحضير وترتيب، وأي خطوة من خطوات التنفيذ تبقى am with و are زائد الفيرب زائد ing. أعوذ بالله من الرجيم. سؤال واحد. سؤال رقم 51 over the next 5 years عبر أو خلال السنوات الخمس القادمة. يا مستر خلال 5 سنين أو في المدة بتاعت 5 سنين تبقى مستقبل مستمر وتبقى will be building. سؤال رقم 52 I'm saving up أنا بحوش I'm going to buy a car أنا سوف أشتري سيارة. سؤال 53 look where you were going. سؤال 53 look where you are going. بص يا عم انت ماشي رايح فين. you not into a hole انت نقط في الحفرة. طبعا يا مستر هنا you are going to step انت هتقع في الحفرة. سؤال رقم 54 they not for Paris tomorrow هم نقط باريس بكرة. ركز كده 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 لقيتني بقول لك ده في arranged، يبقى تحضير وترتيب بتبقى am with are verb ing تبقى are leaving. سؤال 55 we are having an exam next week. احنا عندنا امتحان الأسبوع الجاي يا مستر، الامتحان بيبدأ بجدول مواعيد ثابتة، ده أنا عندي at 9 o'clock الساعة 9، وتبقى الإجابة starts بيبدأ الساعة 9. سؤال 56 she expects that she not the highest marks this year تبقى will get. علشان تنبؤ بدون دليل. سؤال 57 We are traveling to space tomorrow. احنا بكرة هنسافر وطالعين الفضاء. The launch not at 7:50 in the evening. طبعا يا مستر هنا the launch is going to be والله. طبعا يا مستر هنا الإجابة هتبقى سؤال 57 we are traveling to space tomorrow. احنا بكرة طالعين الفضاء. The launch is at السفر أو الانطلاق هيكون الساعة 7:50. سؤال رقم 58 I can't go to the cinema with you this evening. أنا مش هقدر أروح معاك السينما في هذا المساء because I not for my brother's wedding. اتفقنا يا مستر لو مش هقدر أعمل حاجة تبقى الحاجة التانية مستمرة. will be preparing صح. طب am preparing برضو صح.
سؤال 59. In the near future في المستقبل القريب most of our shopping not on the internet. مستر هو التسوق يعمل ولا يتعمل؟ يتعمل يا ابني. يبقى يا مستر كلمة will غلط لأنها هنا جاي بعديها مصدر تبقى مستقبل عادي مبني للمعلوم. طب يا مستر will have done برضو مبني للمعلوم. اتبقى لي will be done will be doing. يا مستر اللي فيها ing دي مستقبل مستمر عاش وتبقى الإجابة will be done. السؤال اللي بعده phone me after 8 o'clock. اتصل بيا بعد الساعة 8. we not dinner by then. طبعا يا مستر will have finished. اتصل بيا بعد الساعة 8 احنا هنكون انتهينا أو خلصنا من الغداء. سؤال 60. phone me after 8 o'clock. اتصل بيا بعد الساعة 8. ليه يا مستر؟ لأن we will have finished dinner. هنكون انتهينا من العشاء هنكون خلاص خلصنا عشاء. سؤال 61. where do you intend. يا مستر أنا أول معناها جت على intend يعني نية فما كملتش قراءة وقمت قايل لك am going to visit علشان am going to بتيجي مع الخطة النية والقرار. سؤال 62. a new bridge جسر جديد نقط هنا here هنا by the government بواسطة الحكومة by خلي بالك بقى by الأولى دي بتاعت المبني للمجهول اللي جه بعديها السبجكت إنما باي التانية دي بتاعة المستقبل التام اللي جه بعديها مدة زمنية. مستقبل تام مبني للمجهول يبقى will have been زائد البي بي. سؤال 63. at 8 o'clock الساعة 8 بكرة يا مستر ده الوقت بالظبط. بقول لك بكرة الساعة 8 أنا نقط ماتش مع أصحابي. يبقى مستقبل مستمر وتبقى will be watching. سؤال 64. the plane to France الطيارة اللي طالعة على فرنسا نقط off at 7 a.m. نقط تتحرك الساعة 7. يا مستر الطيارة ما بتمشيش بمزاجها دي بجدول مواعيد وتبقى takes off تتحرك. بعد كده سؤال رقم 65. I not abroad to complete my study it's my own intention. يا مستر أنا عينيا أول ما جت على كلمة intention تبقى الإجابة يا مستر I'm going to travel خطة ونية وقرار. سؤال 66. It's so cloudy السما مغيمة يا مستر. السؤال ده اتهرس من ابتدائي تبقى going to rain لأنه قديم جدا وده تنبؤ بدليل. بعد كده سؤال 67. by the end of this week بحلول نهاية الأسبوع ده. يا مستر بحلول نهاية الأسبوع معناه إن كده فيها تام يبقى أنا عايز مستقبل تام. طب أنا هنا لقيت يا مستر إن الثيفز اللصوص يا ترى اللصوص يقبضوا ولا يتقبض عليهم؟ يتقبض عليهم يا مستر تبقى will have been caught سيتم القبض عليهم. سؤال 68. I am the first one to congratulate علي. أنا أول واحد يهنئ علي. ليه يا عم بتهنئه على إيه؟ إن عيد ميلاده بكرة. ويا مستر هنا هتبقى will be لأن اتفقنا إن دي حقائق مستقبلية بتيجي مع will زائد الفعل في المصدر. بعد كده سؤال 69. مستر أحمد drives his car very fast. مستر أحمد بيسوق عربيته بسرعة جدا. he not at work on time. هو نقط يوصل الشغل في الوقت المحدد يبقى is going to arrive لأن بيسوق بسرعة ده دليل إن هو هيوصل الشغل بسرعة. سؤال رقم 70. farmers يا مستر المزارعين نقط الغابة بسبب إن هم عمالين يقطعوا في الأشجار. مستر أول حاجة المزارعين دول هيبقوا subject فمش هينفع أختارها بس مفيش أي حاجة تدل على الاستمرار. طب يا ترى يا مستر هو هنا تنبؤ بدون دليل ولا تنبؤ بدليل؟ بقول لك يا مستر دول عمالين يقطعوا في الأشجار فده يعتبر دليل وتبقى are going to damage. سؤال 71. I made up my mind. يا مستر كلمة made up my mind على بعضيها يعني اتخذت قراري أنا خلاص قررت. أنا نقط engineering at university. ويا مستر طالما قرار أو خطة اتفقنا خطة نية قرار am going to زائد الفعل في المصدر تبقى الإجابة دي. سؤال رقم 72. stop making noise or you نقط. يا مستر هنا بقول لك بطل دوشة وإلا هتعاقب ولا هتتعاقب؟ طبعا يا مستر هتتعاقب هي passive فشلنا will punish will be punishing لأن الاتنين دول يا مستر مبني للمعلوم. اتبقى لي المضارع التام والمستقبل بقول لك هتتعاقب تبقى future. سؤال رقم 73. I not my dentist at 7 o'clock. نقف بقى هنا لحظة. يا مستر الدانست أو الدنتست ده اللي هو طبيب الأسنان. الناس فاكرة إن أي مواعيد بتيجي مع البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط فيروحوا يختاروا سي. قالوا لي بقول لهم لأ غلط. ده appointment. كلمة appointment ده معناه إن هو مش ميعاد ثابت. ده ميعاد بحجز مسبق.
زي الحجز في مطعم والحجز عند طبيب الأسنان أو طبيب العيون أو أي حاجة من الحاجات دي، يبقى يا مستر ده تحضير وترتيب وتبقى am و is و are verb plus ing. سؤال 74 Don't worry your phone not by tomorrow morning. لا تقلق تليفونك هيبقى صلح ولا تصلح؟ لا يا مستر اتصلح، هي باسف. قمت مستبعد سي واستبعدت ايه لان هم اكتف. طب يا مستر يا ترى هنا تنبؤ بدليل ولا مستقبل تام؟ يا مستر انت قلت لي لما بلاقي باي زائد وقت في المستقبل تبقى بتدل على المستقبل التام. سؤال 75 The problem of food shortages. مشكلة نقص الطعام solved يا مستر هنا أكيد هتتحل، هي مش هتحل من غير ما أكمل قراءة، يبقى هي يا مستر مبني للمجهول. طب will have solved مبني للمعلوم، might have solved برضه مبني للمعلوم. عندي might have been و will have been by the end of the next decade بحلول نهاية العقد القادم. وحط لك who knows من يعلم مين عارف، يبقى يا مستر هنا will have، هتبقى يا مستر هنا will have been solved لأنها مستقبل تام. سؤال رقم 76 when you reach home لما ترجع المنزل I not lunch you can help me with it هتساعدني، يبقى يا مستر أنا هبقى بحضر تبقى مستقبل مستمر. سؤال 77 when you get off the train لما تخرج من القطار I not for you أنا not مستنيك، تبقى يا مستر will be waiting ده مستقبل مستمر. سؤال رقم 78 There is a train not at 6 o'clock tomorrow I hope I'll catch it. يا مستر هنا there is a train leaving قطار مغادر غدا الساعة 6. بعد كده على الجزء التراكمي سؤال 79 بيقول لك may not any meals outdoors. يا مستر may نقط أي وجبات بالخارج، طبعا يا مستر هنا هتبقى never has. طب ليه يا مستر اخترنا never has؟ قال لك بص أول حاجة تعرفها إن هذه هنا هي جاية فعل أساسي بمعنى يتناول، إنما يا مستر لو أنا جبت hasn't محتاجة بي بي وجبت has never فلازم يجي بعديها بي بي. isn't had دي passive يا مستر وverb have اللي بمعنى يتناول لا يبنى للمجهول. سؤال رقم 80 He is rewarded every time he wins a medal. نقط يا مستر هنا يا مستر question tag بيسأل على is rewarded ونوديها الناحية التانية isn't he. السؤال اللي بعده 81 he had نقط money يا مستر الماني لا يعد ففيو غلط وافيو برضه غلط. so he couldn't buy ده ما قدرش يشتري، يبقى كان قليل ويكفي ولا قليل ولا يكفي؟ اه يا مستر طالما ما قدرش يشتري يبقى لا يكفي وتبقى little، انما لو قال little كان يكفي. سؤال 82 there are millions of stars in space. مستر كلمة space لما تيجي بمعنى فضاء ما بتاخدش حاجة بتاخد no article. سؤال 83 The sick child was recommended not in hospitals at once as he needed an urgent operation. يا مستر was recommended to be examined لأنها باسف الطفل مش هيفحص نفسه يفحص. سؤال 84 The driver not take a side road. السائق نقط إنه يأخذ السايد رود جانب الطريق. طب يا مستر أنا لما جيت أختار أوت لقيتها غلط لأنها محتاجة to. need to برضه غلط لأن درايفر مفرد محتاجة الإس. طب have to برضه غلط. الإجابة هنا يا مستر is to و is to هنا جاية مكان has to بتدي نفس المعنى. السؤال اللي بعده if he read this book he نقط a lot of information. لو هو نقط الكتاب دوت هيحصل على العديد من المعلومات. أنا يا مستر دلوقتي لقيت هنا verb read بس مش محطوط له اس بعد الهي، يبقى كده هو تصريف تاني، يبقى دي الحالة التانية من قاعدة if وتبقى في الإجابة would get. السؤال اللي بعده سؤال رقم 86 The report is supposed not by the end of the day. يا مستر الريبورت is supposed قواعد supposed كانت عندنا في تانية ثانوي في unit 5 supposed بتاخد to. طب يا مستر أنا عندي هنا to sent to have sent to be sent و being sent، طبعا أول واحدة هنستبعدها هي being sent. طيب هل التقرير يبعت ولا يتبعت؟ يا مستر يتبعت يبقى مبني للمجهول، طب ما دي معلوم ودي معلوم وتبقى الإجابة passive to be sent عشان مجهول. سؤال 87 نقط come you would meet. أنا أول ما شفت يا مستر would وجه بعديها فعل في المصدر عرفت إن هي حالة تانية، قمت مستبعد you should لأن مفيش حاجة اسمها you should في الحالة التانية في أولها ولا if you. طب ليه يا مستر if you غلط؟ قال لك عشان دي come مش came، لو كانت came كانت بقت صح. طب يا مستر الإجابة هنا بقى هتكون إيه؟ يا ترى هي unless you برضه يا مستر ما unless you لو جه بعديها come اللي هي مصدر ما تبقاش حالة تانية، يبقى الإجابة اللي فضلت قدامي هي
where you to والمصدر. السؤال اللي بعد كده 88 not his old age my uncle is very energetic. طبعا يا مستر despite عشان هي اللي بيجي بعديها noun. سؤال 89 it was not useful novel that I read it more than once. يبقى يا مستر هنا عندي useful adjective وبعد كده الnoun يبقى such a useful novel. اوعى تتلخبط وتختار such an، كلمة useful بتاخد a مش an. سؤال 90 he is very pessimistic he always know the worst is going to happen. يا مستر هو بيكون pessimistic متشائم، يبقى هو دايما يعتقد وتبقى he always thinks. طب يا مستر لو انا هنا متلخبط ومش عارف الفيرب ده state ولا action، قال لك كلمة always ما ينفعش يجي بعدها الاز، وما ينفعش الاي ان جي من غير ولا ام ولا از ولا ار، وهي ما بتاخدش مصدر. بعد كده ندخل على الجزئية الخاصة بأسئلة السكيلز. تعال نشوف أول سؤال which punctuation mark is used to show position. مين فيهم اللي بتبين البوزيشن يعني الملكية؟ طبعا يا مستر هي الابوستروف اللي هي بتيجي مع apostrophe اس و اس apostrophe. طب يا مستر السؤال اللي بعديه which of the following is structurally correct. مين فيهم مكتوبة بجرامر صحيح 100%؟ لما جيت أبص بقى كده يا مستر وهمشيهم واحدة واحدة. when هنا يا مستر لقيت ماضي، ينفع أربط الماضي بمستقبل؟ غلط. طب هنا يا مستر لقيت مضارع، ينفع أربط المضارع بماضي؟ برضه غلط. طب هنا يا مستر لقيت ماضي أربطه بمستقبل؟ برضه غلط. يتبقى لك يا مستر الإجابة B اللي هي when I have finished work I will، مضارع مع مستقبل زي الفل. سؤال رقم 3 أو النقط essay is a type of essay. بص بقى كده قال لك ده بيستخدم السنسز الحواس زي التاتش والسميل والسايت والساوند والتيست. طبعا يا مستر ده الايه الديسكريبتيف الوصفي. سؤال رقم 4 write a story about your first day of school. اكتب قصة عن أول يوم ليك في المدرسة. يا مستر ده كده بيكون ايه ناراتيف، بقول لك احكي لي قصه يبقى ناراتيف وانا مغمض. سؤال 5 when you want to introduce an opposite opinion. لما بتحب تقدم فكره opposite يعني معارضه، بتستخدم ايه؟ قال لك يا مستر on the other hand يعني على الجانب الاخر. سؤال 6 which of the following doesn't express contrast. مين فيهم ما بتبينش التناقض؟ مين فيهم ما فيهاش تناقض؟ يا مستر but لكن تناقض، despite تناقض، although تناقض، إنما so يا مستر so بتربط سبب بنتيجة وتبقى هي الإجابة. سؤال رقم 7 reading widens our horizons. القراءة توسع، وكلمة horizons يعني آفاق. القراءة بتوسع الآفاق. moreover المهم إن هو بيسأل على كلمة moreover. يعني إيه يا مستر كلمة moreover؟ قال لك يعني علاوة على ذلك، ودي بتساوي كلمة addition بالإضافة إلى ذلك. سؤال رقم 8 بيقول لك which of the following is structurally correct. مين فيهم مكتوبة يا مستر كstructure كقاعدة صح؟ تعال نمشيهم واحدة واحدة. الأولى يا مستر جايب didn't مع have يا مستر ماضي مع مضارع ما ينفعش. التالتة يا مستر جايب want مع have تنفع، والتانية جايب don't مع have تمشي، إنما الأخيرة يا مستر جايب will مثبتة فما تنفعش. تعالى بقى نشوف يا مستر B و C إيه الفرق ما بينهم. هم لا يغادروا حتى يتم توقيع العقد، ولا هم لن يغادروا؟ طبعا يا مستر هي لن يغادروا تبقى الإجابة C. سؤال 9 which sentence is correct. أنهي جملة فيهم مكتوبة صح؟ تعال نشوف يا مستر. دي بدأ بحرف كابيتال، ودي بدأ بحرف كابيتال، ودي بدأ بحرف كابيتال، ودي بدأ بحرف كابيتال. هنا يا مستر في كوما، هنا بقى لقيت سيمي كولون ما تنفعش، هنا لقيت كوما، هنا لقيت كولون ما تنفعش. طيب هنا يا مستر مفيش الابوستروف بتاعت النفي بتاع want وتبقى الإجابة ايه. سؤال رقم 10 أو أن نقط essay seeks to make the reader يتفق مع وجهة نظر الكاتب. يا مستر ده كده الإجباري أو الإقناعي اللي هو ال persuasive. سؤال 11 which of the following had the perfect punctuation. مين فيهم معمولة punctuation perfect ممتاز؟ خلينا نبص في العلامة اللي في الآخر. بادئين يا مستر كلهم بوير بعدها فعل مساعد، يبقى كلهم سؤال، يبقى اللي فيها نقطة ما تنفعش. يا مستر اللي بدأ بحرف سمول ما تنفعش. اتبقى لي دي واتبقى لي دي. الفرق ما بين الاتنين يا مستر اسم مي دي باسم بنوتة، وطالما أسماء فلازم أولها يكون حرف كابيتال وتبقى الإجابة هي سي. سؤال رقم 12 in the argumentative essay في المقال الجدلي we present نقط. بنعرض نقط في المقال الجدلي. يا مستر المقال الجدلي بنعرض فيه كل وجهات النظر، يبقى both sides of an argument، كلا وجهتي النظر. سؤال رقم 13 which of the following is punctuated correctly. مين فيهم مكتوبة punctuation صحيح؟
كلهم بادئين بحرف capital بعديهم الكومة بتاعة أسلوب النداء. بس يا مستر سي ما فيهاش الكومة بتاعة أسلوب النداء. طب كملت have you read great expectations by تشارلز ديكنز، ده اسم الكاتب. بس يا مستر احنا كنا عاملين سؤال فدي غلط. طب يا مستر بالنسبة لدي غلط ليه؟ قال لك عشان الأبوستروف اس اللي هو حاططها الاس أبوستروف معلش اللي هو حاططها كذا مرة. طبعا يا مستر كده بقت بقالك إجابة واحدة وهي دي. تعال نشوف بقى سؤال الترجمة. احنا يا مستر خلاص اتفقنا ان احنا بنقارن الكلمات ببعضيها، بعد كده بنطلع نشوف الكلمة بالإنجلش ونختار الكلمة الأدق للمعنى. تعالى يا مستر نبدأ. كلهم بادئين يا مستر بكلمة تعد 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 تعد، مفيش أي اختلاف. صحراءنا صحراءنا صحراءنا، واحدة من المصادر الرئيسية 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 للثروة للثروة للثروة. ويمكننا لقيت بقى فرق، نقص وزيادة وزيادة وزيادة. جيت أبص فوق كده يا مستر لقيتها إيه؟ increase، وincrease يعني زيادة، قمت مستبعد بتاعة نقص، وعنيا ما تجيش عليها مرة تانية خلاص، وعنيا ما تجيش عليها مرة تانية خلاص. وزيادة دخلنا القومي وحل العديد من المشكلات عن طريق عدم زرع، وهنا عن طريق زرع، وهنا عن طريق زرع. جيت أبص كده by increasing the cultivation يا مستر مثبتة، يبقى عدم هنا غلط. طب يا مستر هنا عدم تشييد وهنا تشييد، لقيتها constructing مثبتة، يبقى يا مستر في الحالة ديت المنفية غلط، وتبقى الإجابة بتاعتنا اللي هي جيم. سؤال 2 في الترجمة. تعالى يلا نبدأ. تنفذ الحكومة الكثير من المشروعات. هنا لقيت في كل أنحاء مصر، هنا في صعيد مصر. جيت أبص يا مستر لقيتها مكتوبة upper Egypt، وكلمة upper يعني صعيد فنستبعد في كل أنحاء. جيت أكمل كده لقيت هنا لكن يؤدي مما يؤدي، وهنا يا مستر لقيت بسبب. جيت أبص كده لقيت this leads to يعني مما يؤدي، فقمت مستبعد بسبب قلة ولكن يؤدي، واتبقى لك الإجابة د. بعد كده سؤال رقم 3. هنا يا مستر بيقول لك public means، هنا general means، هنا public forms، وهنا public means. يا مستر وسائل النقل العام اللي هي public transports أو public means of transport، عشان كده أنا قمت مستبعد general means و public forms. اتبقى لي يا مستر public means of transport have been modernized، هنا destroyed. يا ترى تم تدميرها ولا تم تطويرها؟ أنا لقيتها مستر تم تطوير، وتبقى الإجابة إيه. سؤال رقم 4. everyone الأربعة بادئين يا مستر everyone. ركز بقى هنا في الجزئية دي، يا ترى everyone بتاخد have ولا has؟ هقوم أنا مفكرك يا مستر everyone تعامل معاملة المفرد، فقمت مستبعد have. everyone has a dream. he ولا they؟ يا مستر هي تعامل معاملة المفرد بس الضمير بتاعها بيبقى جمع، فقمت مستبعد he، يبقى عندي they hope to achieve in the future and they should too. يا مستر في حاجة اسمها should too، تبقى الإجابة should work. سؤال رقم 5. كلهم بادئين يا مستر ب sports helps، لقيت هنا يا مستر sports help. يا مستر الرياضات هنا هو جايبها على إنها جمع فاستبعدنا helps. طب يا مستر هنا sports help، يا ترى هي young people ولا small people؟ يا مستر هو إيه الفرق؟ قال لك كلمة young هو صغير السن، إنما small هي صغير الحجم، وهنا يا الشباب يبقى young people. To spend their free time they face ولا reinforce؟ يا مستر يا ترى they force يعني يجبر ولا reinforce يعني تقوي وتعزز؟ أنا هنا لقيتها يا مستر تقوي وتعزز، قمت مستبعد force واتبقى لي الاختيار B. بعد كده ندخل على unit 4. Not is a state of extreme tiredness and stress caused by overworking or lack of balance in life. طبعا يا مستر ده معناها burnout، وكلمة burnout يعني إجهاد أو إرهاق جسدي. سؤال 2. The teacher scolded the students for talking during the test. كلمة يا مستر scold بنفس معنى tell off. سؤال رقم 3. She remained alert while walking through the dark alley. كلمة يا مستر alert يعني حذر، كلمة حذر يعني شخص مصحصح ومركز، وعكس الاليرت الشخص المصحصح واللي مركز الشخص distracted المشتت الذهن. سؤال 4. We should not together much more to talk about your problems.
طبعًا يا مستر هنا هي get together وget together يعني يجتمع سويًا أو يجتمع معًا. سؤال 5 she felt grateful not her husband not the opportunity to travel and see new places. طبعًا يا مستر الإجابة هنا هتكون to her husband for the opportunity. سؤال رقم 6 not is the state of being happy, healthy or comfortable both physically and mentally. طبعًا يا مستر ديّة هتبقى well-being. السؤال اللي بعده The company has taken care of the well-being of its employees. كلمة well-being بنفس معنى يا مستر welfare اللي هي الرفاهية. سؤال رقم 8 I'm sorry to disappoint you. أنا آسف إن أنا أحبطتك أو خذلتك. والأنتونيم بتاع كلمة disappoint عكس يحبط هي كلمة encourage يشجع. سؤال رقم 9 If you are not happy with the way things are not a change. طبعا يا مستر اسمها make a change يعني أحدث تغييرا. سؤال رقم 10 Not until you get to the post office. يا مستر carry on صح وgo on برضه صح وkeep on برضه صح يا مستر وتبقى الإجابة all are okay كلهم صح. سؤال 11 Not health refers to a person's emotional, psychological and social well-being. طبعا يا مستر ديت بتكون الإيه mental health الصحة العقلية أو النفسية. سؤال 12 He got together with his friend. هو اجتمع بصديقه to solve the issue. كلمة got together بتساوي كلمة إيه يا مستر؟ قلنا بمعنى يتقابل يبقى زيها زي meet يجتمع أو يقابل. سؤال رقم 13 كلمة school to كلمة praise بنفس معنى كلمة نقط لكلمة suffering. السؤال ده أنا لما بنشوفه بالصيغة أو بالشكل ده هنا إحنا لازم نشوف إيه العلاقة ما بين كلمة schooled وكلمة praise. كلمة schooled يعني يوبخ وكلمة praise يعني يمدح فدول antonyms. فكلمة suffering يعني معاناة عكس المعاناة هي ال well being الرفاهية والراحة. سؤال 14 He not as soon as he heard the police siren so no one knew where he went. طبعا يا مستر هنا هتبقى cleared off. سؤال رقم 15 we are going to talk to a 15 نقط old boy called علي. بص بقى عشان ما تتلخبطش في السؤال ده نهائي احفظها بتشيل الاس لو لقيت أشيل الاس. سؤال رقم 16 To note something is to support and encourage the development of it. طبعا يا مستر to promote وكلمة promote يعني يشجع أو يعزز. سؤال رقم 17 The challenging situation made her feel stressed. الأنترم لكلمة stressed كلمة stressed يعني مضغوط عكسها كلمة اسمها relaxed مسترخي. سؤال 18 He has been promoted and become the manager. الأنترم لكلمة promote يعني يترقى عكس اللي بيترقى اللي بيعمل له degrade يعني ينخفض في المستوى. سؤال رقم 19 He always makes sure to not revision regularly to prepare for the final exams. طبعا يا مستر هنا هي اسمها do revisions صح. طبعا يا مستر في make revision برضه صح تبقى الإجابة A and B. سؤال 20 She sometimes finds it difficult to cope. اسمها يا مستر cope with و cope with يعني يتأقلم أو يتعامل مع. سؤال رقم 19 He always makes sure to note revisions regularly to prepare for the final exams. طبعا يا مستر هنا do revisions يعني يراجع. سؤال 20 She sometimes finds it difficult to cope. اسمها يا مستر cope with يتعامل مع أو يتأقلم مع. سؤال 21 The way in which something is understood, interpreted or perceived. ده يا مستر طبعا ده ال perception. كلمة perception يعني استيعاب اللي هو طريقة الاستيعاب أو طريقة الفهم. سؤال 22 After the long hike I felt completely exhausted. وكلمة exhausted ده يعني متعب بنفس معنى حد يمد ايده على tiring أقول له لأ فوق. exhausted دي صفة آخرها ed إنما tiring آخرها ing. الصفة اللي آخرها ed يشعر بالصفة إنما الصفة اللي آخرها ing يسبب الشعور بالصفة. فأنا هنا ما سببتش الشعور بالتعب ولكن شعرته بالتعب بتساوي كلمة اسمها worn out يعني متعب. سؤال 23 بيطلب يا مستر الأوبزيت المضاد بتاع كلمة promote. كلمة promote جاية هنا بمعنى يروج لسلعة عكسها يا مستر كلمة hinder أو hinder. سؤال 24 It's important to not attention to the details. طبعا يا مستر اسمها
pay attention to details يعني يعطي انتباها للتفاصيل. سؤال رقم 25. The animals can adapt not changing weather conditions. يا مستر أنا هنا شفت ing هستبعد to. ده اللي ممكن الطالب يعمله لو هو كان متسرع شوية وما خدش باله إن كلمة changing weather على بعضيها هي noun. changing weather conditions يا مستر كمان كلها هي النون بتاع الجملة. طالما يا مستر ده noun تبقى بتيجي مع to عادي جدا وتبقى الإجابة adapt to. سؤال رقم 26. not mean something especially a disease بالذات الأمراض اللي بتنتقل وبتنتشر بسرعة من one person to another. طبعا يا مستر دي كلمة contagious اللي هي بمعنى معدي. السؤال اللي بعده 27. It is important to concentrate يا مستر اسمها concentrate on يعني يركز على. سؤال 28. The teacher scolded her for being late. كلمة scolded بنفس معنى مستر يوبخ أو blame اللي هي يلوم. سؤال 29. كلمة grateful اللي هي ممتن أو شاكر للجميل بنفس معنى يا مستر إيه؟ خلي بالك إن هنا أنت عندك thankful بنفس المعنى. طب appreciative بنفس المعنى. إيه ده يا مستر أمال إيه الإجابة؟ قال لك ما إحنا هنا يا مستر بيقول لك كان صيغة السؤال لازم نركز فيها كويس. لما قال كانت فهو بيقول لك ما تساويهاش يبقى كلمة discontent اللي هي بمعنى غير راضي هي اللي هتيجي هنا في المعنى بتاعنا. سؤال رقم 30. he will set not the new computer يا مستر اسمها set up. كلمة set up يعني يركب أو يجهز أو يعد. سؤال 31. to not means to make an angry or unhappy expression باستخدام حاجبك. طبعا يا مستر دي اسمها frown اللي هو يعبس يكشر. سؤال رقم 32. he felt a lot of stress هو شعر بستريس. كلمة stress بنفس معنى anxiety اللي هي قلق. سؤال 33. you look anxious شكلك قلقان ومتوتر. can you tell me what is going on. كلمة going on يعني ماذا يحدث إيه اللي بيحصل. كلمة يا مستر synonym لكلمة alter. كلمة alter يعني يغير تساوي كلمة change. سؤال رقم 35. he had to keep not his studies to stay on track. طبعا يا مستر keep up with و keep up with يعني يواكب. سؤال 36. it's useful to accept your mistakes and learn from them. الأنتونيم لكلمة accept يعني يقبل عكس اللي بيقبل reject اللي هو بيرفض. سؤال 37. long and unpredictable hours have led to not and frustration. طبعا يا مستر هنا هي أدت إلى البيرن اوت الإرهاق أو الإجهاد. The customer was not impatiently as the food took too long to be served. الكاستمر كان frowning قلنا frowning يعني يعبس أو يقشر. سؤال 39. his mother not him for breaking her favorite vase. طبعا يا مستر هي scolded يعني وبخته. سؤال 40. I was not that we played so well yet still lost. أنا كنت نقط إن إحنا لعبنا حلو قوي ومع ذلك خسرنا. طب يا مستر ما هي disappointed صح. طب و frustrated ده برضه صح. و dissatisfied برضه صح يبقى A B and C. مستر اوعى تنسى إن كلمة disappointed يعني محبط. كلمة frustrated يعني برضه محبط وكلمة dissatisfied يعني غير راضي وكلهم هيدوك نفس المعنى. سؤال 41. The meetings of the leaders. سؤال 41. The meetings of the leaders have helped to note relations between the two countries. طبعا يا مستر هنا promote وكلمة promote بمعنى تعزز. سؤال 41. The meetings of the leaders have helped to note relations between the two countries. طبعا يا مستر promote يعني تعزز أو تنمي العلاقات. He was clever enough to note that the man was trying to sell him a stolen car. طبعا يا مستر realize. طبعا يا مستر كلمة realize مش موجودة تبقى perceive اللي هي بنفس معنى يستوعب. 43. The singer was suffering from not. المغنية كانت بتعاني من نقط and she had to cancel the concert واضطرت تلغي الحفلة. يا مستر كانت بتعاني من الإجهاد. طب صح. طب ما دي exhaustion برضو إجهاد ودي tiredness يعني تعب أو إجهاد يبقى يا مستر A B and C كلهم صح. سؤال رقم 44. candidates المرشحين should have good self نقط and communication skills. طبعا يا مستر good self management يعني تحكم في الذات أو تحكم في النفس. سؤال 45. she didn't say anything هي ما قالتش أي حاجة but I could tell from her نقط
قدرت أقول من نقط إن she wasn't pleased. يا مستر هي كانت بتعمل إيه pout. كلمة pout يعني عبوس الوجه، كانت مكشرة برضه بنفس معنى كلمة frown. سؤال 46. Doctor said his injuries would mean permanent physical and not disability. طبعا يا مستر physical and mental disability، إعاقة جسدية وعقلية أو نفسية. سؤال رقم 47. I'll be eternally not if you could help me. طبعا يا مستر eternally يعني أبديا أو بشكل أبدي، وهبقى ممتن بشكل أبدي لو أنت ساعدتني. سؤال رقم 48. Doctors and nurses are responsible for the care and not of their patients. يا مستر and the well-being. كلمة well-being قلنا يعني رفاهية أو راحة أو صحة. سؤال 49. Security guards الحراس الأمنيين must be not at all times. طبعا must be alert. كلمة alert يعني حذرين، لازم يكونوا حذرين أو يقظين في كل أو طوال الوقت. سؤال 50. He felt very not at his lack of progress in learning English. طبعا يا مستر he felt very frustrated، شعر بإحباط شديد. سؤال 51. The safety of the country takes not over any other matter. طبعا يا مستر takes priority يعني تأخذ الأولوية على أي حاجة تانية. سؤال 52. Some studies note that some forms of alternative يعني بديل medicine are extremely effective، بتكون فعالة بشكل كبير. طبعا يا مستر some studies demonstrate. كلمة demonstrate يعني تبرهن أو توضح. سؤال 53. Schools are working in close cooperation with parents to know standards. طب يا مستر قبل ما نكمل هنا قراءة أو نكمل حل، أنا عايز أقول لك إن كلمة in close هنا جاية بمعنى بإيه يا مستر؟ هل هنا بمعنى يعمل قريب؟ لا يا مستر، هنا بتعاون شديد. in close cooperation يعني بتعاون شديد. with parents to not standards. طبعا يا مستر to improve علشان يحسنوا من المقاييس والمعايير. سؤال رقم 54. Practicing not tends to reduce stress and allow you to think carefully. طبعا يا مستر self care الرعاية بالذات، إن أنا أرعى نفسي أراعي ذاتي، بيؤدي إلى تقليل التوتر والضغط. سؤال رقم 55. We have developed a new method for detecting errors in the manufacturing process. طبعا تكنيك، طورنا أسلوب أو طريقة جديدة. سؤال 56. You can note the whole appearance of a room just by lighting it in a different way. طبعا يا مستر انت كده بتغير والter يعني يغير. سؤال 57. There is a general note that exams are becoming easier to pass. طبعا يا مستر يوجد اعتقاد سائد، وكلمة يا مستر اعتقاد أو فهم اللي هي perception. سؤال 58. Please accept our apologies. من فضلك تقبل اعتذاراتنا for the problems على المشاكل you not during your stay in our hotel. طبعا you experienced اللي مريت بيها أو حصلت لك في الفندق بتاعنا. سؤال 59. He not with the long journey well considering his age. طبعا يا مستر he coped with تأقلم مع المشكلة. سؤال رقم 60. This sort of not lifestyle can damage your mental health. طبعا يا مستر ده stressful lifestyle، أسلوب حياة مجهد أو موتر. سؤال 61. You can update your Facebook نقط to keep your friends updated. طبعا يا مستر Facebook بروفايل، تطور أو تحدث الفيسبوك بروفايل بتاعك. سؤال رقم 62. She was taken into hospital. هي أخذت إلى المستشفى suffering from، وهي بتعاني من نقط brought on by stress. طبعا يا مستر exhaustion اللي هو الإجهاد الناتج عن الستريس التوتر. سؤال رقم 63. The baby whined and not when he did not get what he wanted. مستر كلمة whined اللي هي بمعنى نحيب في اللغة العربية، اللي هو زي العياط والشحتفة كده. طبعا الإجابة هنا مستر pouted، هو كان بيعيط وعابس الوجه. سؤال رقم 64. After she had نقط، بعد ما هي نقط the body of her husband she burst into tears. يا مستر بعد ما نقط جثة زوجها. طبعا يا مستر بعد ما هي identified يعني تعرفت على هوية زوجها.
سؤال 65 after climbing continuously for 3 hours بعد التسلق المستمر لمدة 3 ساعات طبعا we were exhausted كنا شديدي التعب متعبين بجد أو بشدة. رقم 66 the salary will be fixed according to age and طبعا يا مستر هنا experience اللي هي الخبرة. المرتب هيتم تحديده على حسب الخبرة والسن. سؤال 67 women were not to be socially inferior to men طبعًا يا مستر هنا considered صح وbelieved صح تبقى B وC تعتبر يعني المرأة. سؤال 68 الزهايمر is evidence for the decline in نقط health طبعًا يا مستر mental لأن الزهايمر ده مرض عقلي بيؤدي إلى النسيان. سؤال 69 we were not with our accommodation إحنا كنا نقط من الإقامة بتاعتنا ده we were expecting a luxury apartment يبقى يا مستر we were disappointed إحنا كنا محبطين من الإقامة بتاعتنا إحنا كنا متوقعين يا مستر luxury apartment شقة فخمة أو شقة يعني عالية. سؤال رقم 70 The match developed into a test of skill rather than just نقط strength طبعا يا مستر physical strength كلمة physical يعني قوة جسدية. سؤال 71 I have applied for the job but I'm not very نقط about my chances of getting it but I'm not very optimistic أنا قدمت للشغلانة بس مش متفائل إن أنا هحصل على الوظيفة. سؤال 72 Final year students are naturally not about getting work after graduations طبعا يا مستر هم دايما في الطبيعة بيكونوا ايه naturally worry طبعا يا مستر طب ما هي worry تنفع وانشس تنفع وانزايتي ما تنفعش طبعا وستريس ما تنفعش. طب يا ترى يا مستر انا هختار worry ولا انشس؟ قال لك لو worry دي كنا شلنا منها الواي وحطينا لها اي اي دي وبقت worried كانت بقت صح طبعا يا مستر الإجابة هنا هي anxious. الرقم 73 The exercises are not to help you improve your mental ability طبعا يا مستر are supposed to help you من المفترض أن تساعدك. سؤال 74 Gradually agriculture tools improved and farming became more طبعا يا مستر became more efficient كلمة efficient يعني كفء. سؤال رقم 75 A good teacher must be able to not discipline in the classroom طبعا يا مستر maintain وكلمة maintain يعني يحافظ على تهذيب الفصل. سؤال 76 exercise gently and avoid putting yourself under undue pressure أو stress مفيش stress يا مستر اخترنا pressure. سؤال 77 Our economy has shown great نقط considering the problems we have had اقتصادنا أظهر great resilience مرونة تامة باعتبار المشاكل اللي احنا واجهناها. سؤال 78 A badly behaved child can have a disruptive not on the rest of the class طبعا disruptive influence كلمة influence يعني تأثير. سؤال 79 As a leader كونه قائد he has been criticized for his inexperience in foreign نقط يا مستر كونه قائد تم انتقاده كثيرا بسبب قلة خبراته في الفورين affairs وهنا foreign affairs يعني الشؤون الخارجية أو الشؤون الأجنبية. سؤال 80 We not long the road with our heavy suitcases it was a horrible trip طبعا يا مستر we struggled كنا بنكافح. بعد كده الجزئية اللي عليها الدور تمارين عامة لا ترتبط بالوحدة يعني ممكن تبقى فيها كلمات قديمة أو منيوتات قديمة من سنين فاتت. تعال نشوف سؤال 81 The island offers such a wide طبعا يا مستر variety وكلمة variety يعني تنوع. سؤال 82 He was not the second prize for his painting يا مستر هتبقى he was awarded منح الجائزة الثانية. رقم 83 Here are a few valuable نقط that will help you look your best طبعا يا مستر tips. سؤال 84 I was the first person نقط the ship طبعا يا مستر أنا كنت أول شخص يغادر السفينة. طب يا مستر أنا لو قلت who left صح طب لو قلت to leave برضه صح يبقى A and C. سؤال 85 I was made يا مستر الجزئية دي هنشرحها بالتفصيل إن شاء الله في يونت 6. I was made لما بلاقي verb make وجاء قبليه verb to be بنختار to والمصدر. سؤال 86 The young student was not about music يا مستر كلمة enthusiastic تمشي وكلمة passionate تمشي إنما كلمة keen مع about اسمها keen to أو keen on وتبقى الإجابة A and C. بعد كده سؤال رقم 87 Not the age of technology يا مستر حلو السؤال ده موجود عندك من أول أولى ثانوي. يا ترى هي in the age of
والّا at the age of؟ طبعًا أنت هتستغرب لمّا أقول لك إن فعلًا في كلمة اسمها in the age of وفي كلمة اسمها at the age of، بس في فرق ما بينهم، طبعًا في فرق ما بينهم. مستر فيهم واحدة بمعنى في عُمر، واحدة فيهم بمعنى في عصر أو في زمن. at the age of دي يا مستر بتيجي بمعنى إيه؟ قال لك بتيجي بمعنى في سِن، فلمّا أقول لك at the age of 10 في سِن العاشرة، at the age of 20 وهو عنده 20 سنة. إنما لمّا أقول لك in the age of وهي الإجابة بتاعتنا تبقى بمعنى في عصر، وهنا الجملة تبقى بمعنى in the age of technology في عصر التكنولوجيا. سؤال 88 we not traps to try to control the mice. إحنا نقط traps يعني مصائد علشان نحاول نتحكم في الفئران. طبعًا يا مستر هنا هتبقى we set traps تنفع. طب يا مستر تنفع we make traps إجابة منطقية ويبقوا A and C. نخش بعد كده على الجرامر بتاع unit 4. أول سؤال بيقول لك have you not about spending the weekend. يا مستر إحنا حافظينها اسمها have you thought about، هل فكرت فيه. سؤال 2 have you considered. يا مستر بيجي بعدها الverb plus ing وتبقى writing. السؤال اللي بعده يا مستر رقم 3 not spending the weekend. يا مستر أنا أول ما شُفت ing قُلت لك you could ما بتاخدش ing. why don't you ما بتاخدش ing. let's ما بتاخدش ing. اتبقى لي have you considered. السؤال اللي بعده have you thought نقط. يا مستر إحنا لسه حالينها فوق اسمها thought about زائد الverb ing. سؤال 5 you could do this task with your friend if you wish. لو تحب. يبقى يا مستر ده suggestion اقتراح. سؤال 6 let's قال لك يا مستر let's بييجي بعديها فعل في المصدر. طب ما أنا عندي waste وعندي not waste، هاختار مين فيهم؟ طبعًا دي فيها to ما تنفعش ودي فيها ing ما تنفعش. كمّل قراءتك كده، باقول لك يالّا بينا نضيّع وقت ونعمل حاجة مفيدة. طبعًا غلط يا مستر وتبقى let's not waste بلاش نضيّع وقتنا ويالّا نعمل حاجة مفيدة. سؤال 7 not consult your dictionary or ask your teacher for help. طبعًا يا مستر أنا لمّا لقيت هنا في الآخر في full stop في نقطة، كنت مستبعد دي عشان دي عايزة سؤال، ودي برضه عايزة سؤال، ودي برضه عايزة سؤال. اتبقى لي يا مستر you could. سؤال رقم 8 not studying. يا مستر أنا لمّا شُفت الing قُلت could ما تنفعش ما بتاخدش ing. طب how about تنفع، what about تنفع، يبقى الإجابة إيه يا مستر؟ B and C. سؤال رقم 9 let's go to the club. الsentence دي هي نوع من أنواع الإيه؟ باقول لك يالّا بينا نروح النادي، يبقى ده يا مستر suggestion اقتراح. سؤال رقم 10 I suggest نقط to أسوان. قال لك يا مستر suggest لمّا ما بيجيش بعديها هنا subject بنقوم جايبين الverb plus ing تبقى travelling. طب يا مستر لمّا بالاقي subject قال لك حاجة من 2 يا إما أجيب infinitive يا إما أجيب should زائد الinfinitive وتبقى الإجابة هنا A and B. سؤال رقم 12 أسئلة recommend. كلمة recommend يا مستر تعالَ نشرح كده قاعدة recommend لوحدها بسرعة. بُص بقى وركّز معايا في شرح كلمة recommend. كلمة recommend لو جه بعديها يا مستر object مفعول بنحط to المصدر. طب يا مستر لو ما جاش بعديها أي حاجة خالص هنجيب ing. طب لو جه بعديها subject فاعل قال لك نقدر نحط should والمصدر ونقدر نحط مصدر على طول والاتنين هيبقوا معانا مضبوطين زي الفل. طيب يبقى يا مستر إحنا عندنا في السؤال بتاعنا هنا الإجابة هتكون إيه بقى؟ يبقى يا مستر الإجابة هنا هتبقى إيه؟ عادل هنا مفعول وتبقى to give. طب يا مستر لمّا لقيت that وعادل هنا عادل بقى subject فبقت give صح. طب ما هي should give صح، عشان كده الإجابة بقت A and C. سؤال 14 بُص بقى بدأ بعادل بعديها جاب verb to be قبل كلمة recommend. يا مستر يبقى عادل هنا جاي في محل الobject وفي الحالة دي هنجيب to زائد المصدر. السؤال اللي بعديها the doctor recommended. يا مستر هنا ما فيش ولا subject ولا object ولا أي حاجة ساعتها نجيب الverb plus ing وتبقى يا مستر الإجابة هي giving. السؤال اللي بعديه you should stop smoking. بانصحك تبطّل تدخين. الجملة دي بتعبّر عن إيه يا مستر؟ عن advice وadvice يعني نصيحة. السؤال اللي بعده سؤال رقم 17 we should go to the cinema. مستر we should go to the cinema هنا طالما أنا حطيت نفسي معاكم يبقى ده إيه؟ suggestion اقتراح. باقترح يالّا بينا نروح السينما. طب لمّا ألاقي should have زائد التصريف التالت يبقى ده يا مستر لوم أو ندم. لو فيها I تبقى ندم. لو أي ضمير غير الI أو الwe تبقى blame اللي هي لوم. سؤال رقم 19 you should have stopped smoking. الsentence دي بتبين إيه يا مستر؟ هنا بقى إحنا غيّرنا الضمير من I بقى you يبقى كده blame بالومه. سؤال رقم 20 I could stop smoking. يا مستر I could هنا بتعبّر عن الإيه؟ عن القدرة في الماضي past ability.
سؤال 21 I could have stopped smoking. أنا كنت أقدر أبطّل التدخين. يا مستر هنا هتبقى past possibility، كان احتمال في زمن الماضي. سؤال رقم 22 I could have traveled by car. أنا كنت أقدر إن أنا أسافر بالكار، ولكن أنا اللي اخترت بمزاجي أروح بالtrain. يا مستر ديّة possibility، احتمالية كنت أقدر أعملها في الماضي ولكن اخترت إن أنا ما أعملهاش. سؤال 23 The doctor advised me to stop smoking. الدكتور نصحني إن أنا أبطّل تدخين. ده معناه إن هو قالها لي إزاي؟ قال لي I should stop smoking. طب ليه يا مستر ما اخترتش should have؟ قال لك لإن should have لوم وندم. oughtn't to ما قال لي ما بطّلش. couldn't يا مستر باقول لك كان الحاجة دي مستحيلة في الماضي. لا يا مستر يبقى الإجابة should stop. سؤال 24 The doctor blamed me. يا مستر هنا بقى عمل blame، يبقى should have be وتبقى should have stopped. السؤال اللي بعديه The doctor told me I might، وكلمة might يعني احتمال. I might have had the ability to stop smoking. هنا يا مستر تبقى might بتساوي could have be وتبقى could have stopped. سؤال 26 بيقول لك you not to stop eating fast food. أنت نقط تبطل أكل fast food. مستر أنا هنا لقيت كلمة to، أول ما شُفت to قمت مستبعد الاتنين should، ما فيش حاجة اسمها should to. بقى لي ought وoughtn't. باقول لك تبطل والّا ما تبطلش؟ تبطل يا مستر، وتبقى الإجابة هنا إيه ought to stop. إنما السؤال اللي تحتيه يا مستر لقيتني باكمّل وباقول لك you نقط to eat. غيّر الverb، هنا كان stop تتوقف، هنا eat يأكل. تبقى الإجابة يا مستر oughtn't to ما تاكلش. السؤال اللي بعديه 28 you not eating. هنا بقى لقيت الverb ing it's bad for you. يا مستر أنت هنا أكيد باقول لك لازم تبطّل أكل، تتوقّف عن أكل، والverb عندي هو stop يتوقّف، ولو جيت أنفي المنفي يبقى باثبته، فاتبقى لي should stop وshould have stopped. الجملة يا مستر نصيحة تبقى should stop. سؤال 29 you not eating fast food you have damaged. هنا بقى أنت دمّرت صحتك. ساعتها يا مستر الجملة بقت past ماضي وكده بقيت بالومه وتبقى should have stopped. سؤال 30 you had better. يا مستر had better لو ما جاش بعديها subject بتاخد الinfinitive وتبقى tell the truth. بُص بقى يا مستر في السؤال اللي بعديه هو غيّر كلمة واحدة، خلّاها هنا lies. هنا truth حقيقة، إنما lies يعني أكاذيب فبقت منفية وتبقى not tell. السؤال اللي بعديه يا مستر you ought اسمها ought to. طب ما أنا عندي ought to tell وought to be told passive. يا مستر أنت اللي هتقول الحقيقة تبقى to be told غلط، وأنت subject فتبقى to tell. بُص بقى السؤال اللي تحتيه قال لك your parents أبوك وأمك يخبروا الحقيقة وفي الآخر حَط by you وتبقى هنا يا مستر passive وتبقى to be told. سؤال 34 I advise my brother not to stay up late. أنا بانصح أخويا ما يسهرش. ده معناه إن he نقط stay up late. يا مستر would rather مثبتة وshould مثبتة ought not ناقصها الto يا مستر واتبقى لي had better not. السؤال اللي بعده آية نقط a taxi. آية نقط تاخد تاكسي to hospital. تاخد تاكسي يوديها الhospital. she wasted her money. دي ضيّعت فلوسها. ده أنا كنت هاوديها، يبقى ما كانتش مضطرة وعملت، يبقى needn't have زائد الBB. سؤال 36 she نقط to the club by bus. هي نقط النادي بواسطة الأوتوبيس وهي راكبة الأوتوبيس. it was a short walk. دي كانت حتة صغيرة تتمشاها so she went on foot. عشان كده هي اتمشت. يبقى يا مستر ما كانتش مضطرة ولم تفعل تبقى didn't have to go. السؤال اللي بعده she had already had her lunch. هي كانت اتغدت. you not here all these sandwiches. انت ما كانش المفروض تشتري لها كل ده. معنى كده لم يكن مضطر ولكن فعل. السؤال اللي بعده 38 I didn't have bought sweets. أنا ما كنتش محتاج أو ما كنتش مضطر أشتري كل الsweets دي. معنى كده يا مستر إن أنا اشتريت sweets. طيب ماشي. معنى كده إن أنا ندمان إن أنا اشتريت الsweets برضه ماشي، وتبقى الإجابة A and C. سؤال 39 you mustn't. وإحنا اتفقنا يا مستر إن mustn't بتيجي في حاجتين، يا إما نصيحة بقوة strong advice، يا إما prohibition أو banning اللي هو المنع والتحريم. هنا بقى باقول لك you mustn't eat foods with a lot of salt or fat in them. باقول لك ما تاكلش أكل مالح أو مليان دهون. يا مستر دي كده strong advice وتبقى الإجابة B. سؤال 40 you needn't. يا مستر كلمة needn't بتعبّر عن الlack of necessity عدم الضرورة وتبقى الإجابة إيه؟
سؤال 41 You must have the dinner with me. لازم تتعشى معايا، بس هل must هنا هي إجبار أو إلزام؟ قال لك لا يا مستر، دي invitation، دي دعوة. سؤال 42 Why must you mispronounce my name؟ أنت ليه دايما بتنطق اسمي غلط؟ ده نوع من أنواع الإيه؟ الكريتيسيزم، بنتقد نطقه الغلط لاسمي. سؤال 43 You mustn't smoke in sleeping rooms. ما ينفعش، ممنوع تشرب سجاير في غرف النوم. وهنا يا مستر ده بيبين الإيه؟ البروهيبشن، المنع. سؤال 44 I not full marks in English but I didn't concentrate. ولكن أنا مركزتش. مستر أنا هنا لما لقيت didn't عرفت إن الجملة زمانها past في الماضي. عشان أجيب should have فأنا محتاج تصريف تالت، مفيش تصريف تالت. أجيب couldn't have محتاج تصريف تالت. cannot have برضه محتاج تصريف تالت. يبقى الإجابة الوحيدة اللي كاملة عندي هي could have had. سؤال 45 I shouldn't have made that mistake. أنا ما كانش المفروض أغلط الغلطة دي. يبقى أنا يا مستر ارتكبتها، الحدث تم. يبقى I wish I had been more careful. أتمنى إن أنا كنت أكثر حرصًا عشان ما أغلطش الغلطة دي. سؤال رقم 46 I shouldn't have repeated that mistake. أنا ما كانش المفروض أغلط الغلطة دي. ده معناه إن أنا repeated it، أنا كررتها. سؤال رقم 47 He regrets what he had done. هو ندمان على اللي عمله. He not that terrible mistake. يبقى he shouldn't have done يا مستر هنا في لوم وندم. خلي بالك اوعى تنسى ان في قاعدة should كنا بنقول لو منفي يبقى الحدث مثبت تم، انما لو مثبت يبقى الحدث منفي ما تمش. سؤال 48 You not your car in the wrong direction. انت نقط عربيتك في الاتجاه المعاكس. It's illegal. دي حاجة غير قانونية. يبقى يا مستر shouldn't have driven. ما كانش المفروض تسوق. أنا بلومك علشان أنت سُقت في الاتجاه المعاكس. سؤال رقم 49 Oh it's very cold. ياه الجو ساقع أوي. I not my coat. أنا نقط آخد الجاكيت بتاعي. ده أنا ميت من السقعة دلوقتي. يبقى أنا ندمان، أنا كان المفروض آخده وما أخدتوش. بس يا مستر أنا لقيت shouldn't. طب فين should؟ أقول لك أنت كده نسيت. ما هي ought to have BB مساوية ل should have زائد الBB. سؤال 50 Have you said something to a friend that you نقط هل سبق إن أنت قُلت حاجة لصديق that you نقط. طبعًا يا مستر حاجة ما كانش المفروض تقولها تبقى shouldn't have said. هل قُلت شيئًا لم يكن ينبغي قوله؟ يعني قُلت حاجة وندمت عليها. سؤال 51 he looks very sad. هو شكله حزين جدًا. ده الفريق بتاعه النقط فاز بالمباراة. يبقى يا مستر أنت شكلك حزين في فريقك استحالة يكون فاز بالمباراة. اوعى تنسى إن couldn't زيها زي can't بمعنى مستحيل. سؤال رقم 52 He looks very glad. هو شكله glad، وglad يعني سعيد أو مسرور. His team نقط ده match. فريقه نقط بالمباراة. أكيد فاز بالمباراة وتبقى must have won. خلي بالك الاستخدام ده بتاع must هو من unit 10 وهيتشرح بالتفصيل إن شاء الله قدام. بعد كده سؤال 53 آية hasn't arrived yet. آية لم تصل بعد. She نقط the train. Who knows من يعرف. خلّي بالك يا مستر ده برضه من استخدامات unit 10 وتبقى الإجابة might have missed. هو بس عشان unit 10 قريب جدًا لunit 4 فهتلاقي أسئلة كتير مشتركة ما بين الاتنين. سؤال 54 Our car broke down again. عربيتنا تعطّلت مرّة أخرى. It not repaired probably yesterday. ده مستحيل تكون اتصلّحت جيدًا بالأمس وتبقى couldn't have been repaired. كان ممكن تبقى can't have been repaired. سؤال 55 He not a great doctor. هو نقط طبيب عظيم. He had the ability. ده كان عنده القدرة ولكن ما كانش عايز يشتغل بجد. هنا مستر كان قادرًا على فعل الشيء ولكن لم يفعله تبقى could have been. سؤال 56 علي travel to work by bus. هو راح بالأتوبيس. هو نقط يروح بالقطر كالمعتاد ولكن غيّر رأيه. يبقى كان لديه القدرة يا مستر وتبقى برضه could have traveled. سؤال 57 Why didn't you take part in the competition؟ أنت ليه ما شاركتش في المسابقة؟ أنت كنت تقدر تفوز يبقى could have won. كان في احتمال ضئيل بالفوز. سؤال رقم 58 عادل didn't go to school yesterday. عادل ما راحش المدرسة امبارح. باقول لك هو نقط يكون مريض. who knows من يعرف. ويا مستر برضه ده من استخدامات unit 10 يبقى يا مستر he might have been احتمال يكون كان مريض. سؤال رقم 59 you must be نقط speak French for this job. يا مستر you must be able to يجب أن تكون قادرًا على.
سؤال 60 سمير not have helped his friend ناصر but he preferred not to help him. يا مستر هو هنا كان يقدر ولكن فضل إنه ما يساعدهوش. كان لديه القدرة ولكن لم يفعل. سؤال 61 I not have quarreled with my friend. أنا نقط أتعارك مع صديقي. I really regret يا مستر ده أنا ندمان وتبقى should ولا shouldn't؟ طبعا يا مستر هنا shouldn't لأن أنا عملت الحاجة وندمان عليها يبقى الحدث تم ويبقى المنفي مثبت والمثبت منفي. سؤال 62 There is a lot of food in the fridge. في أكل كتير أوي في التلاجة ولذلك you needn't buy more. أنت مش مضطر تشتري المزيد. سؤال 53 You not take an umbrella if you are going to أسوان. It doesn't often rain there. يا مستر أنت نقط تاخد شمسية معاك وأنت رايح أسوان دي ما بتمطرش هناك وتبقى you don't have to أنت غير مضطر. السؤال اللي بعده 64 I not get a permit. أنا نقط أحصل على تصريح before قبل ما I go out of the factory قبل ما أخرج من المصنع or I won't be allowed to leave وإلا مش هيتسمح لي بالمغادرة. يبقى مستر I have to أنا مضطر إن أنا أجيب تصريح بالمغادرة. سؤال 65 بقول لك علي نقط to take his sunglasses because it was cloudy عشان الدنيا كانت مغيمة. مستر أول حاجة الجملة زمانها ماضي فأنا قمت مستبعد has وقمت مستبعد doesn't. لو أنا اخترت hadn't يا مستر hadn't ما بتجيش مع الضرورة اتبقى لي didn't have. هو ما كانش مضطر ياخد نضارة الشمس بسبب إن الدنيا كانت مغيمة. سؤال 66 you aren't that late. ما تقلقش أنت مش متأخر. you not to hurry. أنت مش مضطر تستعجل وتبقى الإجابة don't have. طب ليه يا مستر ما اخترناش didn't؟ قال لك يا مستر الجملة زمانها present علشان فيها are. سؤال رقم 67 you not renew. كلمة renew يعني يجدد الباسبور بتاعه as you are traveling to London next month عشان انت مسافر لندن الشهر الجاي وتبقى هنا يا مستر have to. انت لازم تجدد الباسبور عشان انت مسافر. سؤال 68 did you paint the room؟ انت دهنت الغرفة؟ قال له no I not it was recently painted. انا ما كنتش مضطر دي كانت مدهونة من قريب وتبقى I didn't have to. سؤال رقم 69 you not visit the white desert. انت نقط تزور الصحراء البيضاء when you are in فرافرة لما تروح الفرافرة. it's amazing يا مستر دي دعوة بحرارة وتبقى must. سؤال 70 following rules اتباع القواعد بتاعة النظافة is a أو an نقط to avoid infection. يا مستر انت في عندك a أو an تبقى must وما تنساش ان احنا في عندنا expression اسمه a must to. طب ليه ما اخترناش necessary؟ قال لك انا كنت عايزها necessity اللي اخرها تي واي. سؤال 71 students not eat or drink during the class it's not allowed. يا مستر وتبقى mustn't ممنوع ياكلوا خلال الحصة. سؤال 72 it is not to phone them before you visit. مستر بقول لك it is not انا بقى جيت ابص لقيت هنا في necessity ولقيت necessary ولقيت must ولقيت forbidden. طبعا يا مستر مفيش حاجة اسمها forbidden هي المفروض تبقى forbidden ما تنفعش معانا وكده كده مش هتكمل المعنى. قلنا الآية يا مستر ما بتجيش مع necessary الآية بتيجي مع necessity فلو necessity دي كان محطوط لها كانت بقت صح. اتبقى لي يا مستر الإجابة الوحيدة اللي هي must. سؤال رقم 73 you not smoke in public transport it's forbidden. ده ممنوع أو محرم وتبقى يا مستر mustn't. سؤال 74 the driver نقط take a side road. كلمة side road يعني طريق جانبي و the driver is to take a side road وهي الوحيدة اللي تنفع و is to بتساوي have و has to. سؤال 75 you mustn't park here. يا مستر mustn't منع وتحريم. مين في الأربعة منع وتحريم؟ عاش كلمة forbidden بمعنى يمنع أو يحرم. سؤال رقم 76 which of the following is structurally correct؟ مين فيهم مكتوبة كجرامر صح؟ وخلي بالك هي لازم تكون بتبين ال necessity in the past الضرورة في الماضي. تعال نشوف must have يا مستر ملهاش دعوة بالضرورة ديت ليها علاقة بيونت 10 بتاعت الديدكشن. الجملة التانية had to ضرورة. طب should have دي ندم وماست يا مستر والمصدر مضارع وتبقى الإجابة C. ندخل بعد كده على الجزئية بتاعة الأسئلة التراكمية من السنين اللي فاتت. سؤال 77 علي نقط man you met yesterday. علي the man اللي انت قابلته امبارح is an honest man هو رجل شريف. سؤال رقم 78 if you had come 5 minutes later I نقط. يا مستر انا لقيت عندي had والتصريف التالت عرفت ان هي حالة تالتة قمت رايح مختار would have زائد البي بي. ويبقى السؤال بيقول لك لو كنت جيت متأخر 5 دقايق انا كنت مشيت.
سؤال 79 not he enough money he would buy a new car وتبقى had he enough money. سؤال 80 few people saw the criminal. يا مستر هو بيتكلم على البيبول، فأنا كده كده عارف إن أنا الناحية التانية عايز زي. طب أنا عندي زي وعندي زي وعندي زي وعندي زي، بس هنا يا مستر سو فعرفت إن هي ماضي، قمت مستبعد الاتنين المضارع. قلت لي يا مستر دي مثبتة، أروح أختار المنفي أقول لك غلط، لأن كلمة few a little و rarely و seldom والحاجات دي كلها بتفيد النفي في السؤال المزيل، وعشان كده الناحية التانية بنجيب مثبت وتبقى ضد زي. سؤال 81 I stayed in my room. أنا قعدت في غرفتي نقط I was tired of working all the time. طبعا يا مستر هنا هتبقى because بسبب أو لأني كنت متعب. 82 This is their car. دي عربيتهم. That car is theirs ملكهم، ودي من صفات الملكية. الجزئية دي هتلاقوها كانت عندكم في إعدادي تقريبا. سؤال 83 The mountain climber climbed نقط that we couldn't see him. متسلق الجبال تسلق عاليا جدا لدرجة إن إحنا ما قدرناش نشوفه. يبقى مستر climbed so high تسلق عاليا جدا. سؤال رقم 84 not studying. يا مستر أنا شفت studying ing قمت مستبعد however وقمت مستبعد although وقمت مستبعد whatever واتبقى لي in spite of عشان هي اللي بيجي بعديها ing. سؤال 85 the trousers that you bought for me not fit me. البنطلون اللي اشتريته لي لا يليق بي أو ليس على مقاسي. بس أنا يا مستر لما جيت أختار أنا لقيت doesn't قلت لك ما تنفعش ولا isn't، لأن trousers البنطلون يعامل معاملة الجمع. جيت أمد إيدي على R قلت لك هل في عندك ING؟ لا يا مستر ده infinitive، فبتبقى الإجابة don't. سؤال 86 you know how to pass a test to get the job you want. أنت نقط تنجح في التست الاختبار عشان تحصل على الوظيفة، تبقى يا مستر you are supposed من المفترض أن تمر أو تجتاز الاختبار. سؤال 87 now my sister not happy. يا مستر بقى على الستيتيف verbs واللعب اللي بيلعبوا بالستيتيف verbs. يا مستر يا ترى verb look هنا جاي action ولا state؟ احنا اتفقنا لو verb look جاي بمعنى يبدو يبقى state ما يتحطلوش ing. هل يا مستر هنا انا بقول لك اختي تبدو سعيدة؟ بتقول لي اختي تبدو سعيدة، في الحالة دي يبقى ing غلط، واختي مفرد فهنشيل look وتبقى الإجابة looks عشان تبقى جملة منطقية stative verbs. الآن أختي تبدو سعيدة. ندخل بعد كده على الجزئيه الخاصه بالسكيلز. اول سؤال بيقول لك which punctuation mark is commonly used to separate items in a list. بنفرق بيها الايتمز بتاعت الليست. طبعا يا مستر الكاما اللي هي الفاصله. سؤال رقم 2 which of the following is punctuated correctly. هنا يا مستر بادئ بحرف كابيتال، بادئ بحرف كابيتال، بادئ بحرف كابيتال، بادئ بحرف كابيتال. what a nice day يا مستر دي تعجب فمش هينفع اخرها كوما، ولا هينفع آخرها نقطة، ولا هينفع آخرها علامة استفهام، وتفضل لي اللي آخرها تعجب اللي هي سي. رقم 3 The thesis is included in the. كلمة thesis يا مستر دي الأطروحة اللي بتتكتب في الانترودكشن أو المقدمة. سؤال 4 The body of the essay. البادي الموضوع بتاع الإيساي، الجسم بتاع الإيساي نفسه بيكون فين؟ قال لك يا مستر الإيساي موضوعه بيكون في الميدل باراجراف. الميدل باراجرافز اللي هي الفقرات اللي في النص. سؤال رقم 5 I wish I had taken my father's advice not to buy that old car. This means ايه؟ انا اتمنى وكنت اخدت نصيحة ابويا وما اشتريتش العربية. ده معناه يا مستر ان انا اشتريتها وندمان، يبقى I regret. طب يا مستر regret not taking my father's advice ولا regret taken؟ طبعا يا مستر not taken، ان انا ما اخدتش نصيحته. السؤال رقم 6 we use كلمة consequently اللي هي نتيجة لي أو عاقبة على في الباراجراف or an essay to نقط. طبعا يا مستر علشان نقدم سبب ونتيجة وتبقى give a reason. سؤال رقم 7 سميرة سميرة قالت why don't we travel to Alexandria by train. كده سميرة بتعمل ايه؟ سميرة بتقترح وتبقى suggested اقتراح. سؤال رقم 8 الفول ستوب النقطة بنستخدمها فين؟ يا ترى هي عشان نبين السربرايز؟ لا يا مستر السربرايز دي اللي هي علامة التعجب. طب عشان نبين السيرتينتي ولا at the end of a question؟ لا يا مستر طبعا هي at the end of a statement، هي في نهاية التصريح أو الجملة. سؤال رقم 9 The introduction of the essay is included in the نقط paragraph. المقدمة هي الفيرست، هي أول حاجة بنبدأ بيها. سؤال رقم 10 which of the following sentences shows suggestion. من في دول بتبين اقتراح؟
should و shouldn't يا مستر مش اقتراح، وdidn't في الماضي مش اقتراح، يبقى why don't you بمعنى لِمَ لا نجرب أو لِمَ لا نفعل. سؤال رقم 11 which of the following sentences أي من الجمل التالية gives the meaning of بتديك المعنى it was possible كان ممكن إن أنا أروح بالقطار ولكن أنا رحت بالسيارة. كده يا مستر أنا بدور على could have زائد التصريف الثالث كان قادرا على فعل الشيء ولكن لم يفعله. سؤال 12 which of the following sentences is punctuated correctly بيدور على punctuation حرف كابيتال حرف كابيتال حرف كابيتال حرف كابيتال الكوما ما لقيتهاش يبقى دي غلط. التي كابيتال بعد علامات التنصيص مظبوط، الكوما بتاعة النداء موجودة هنا وهنا مش موجودة هنا. when you go to بورسعيد ده كتب بورسعيد من غير حرف الكابيتال بتاعها وتبقى الإجابة دي. سؤال رقم 13 which of the following sentences has a correct punctuation marks علامات الترقيم الصحيحة كلهم بادئين بحرف كابيتال كلهم يا مستر حاطين الكوما كلهم فيهم علامات التنصيص بس أول واحدة ال W بتاعتها small تبقى غلط. why did you not come to the school yesterday وهنا في نقطة هنا علامة الاستفهام من بره هنا علامة الاستفهام من جوه طبعا يا مستر هي الإجابة هتبقى B اللي علامة الاستفهام بتاعتها من جوه. نخش بعد كده على الجزء الخاص بالترجمة. تعالى يا مستر نشوف أول قطعة ترجمة قدامنا كلهم بادئين بوسائل الإعلام لها تأثير كبير على عقول الناس في كل بلد ولا مكان. تعالى نشوف هنا لقيت يا مستر everywhere يبقى في كل مكان فقمت جاي عند بلد وقايل له ما تنفعش. لهذا السبب يستخدمها المعلنون للترويج لمبيعاتهم وكسب المزيد القليل. يا مستر جيت أبص كده gain more يبقى المزيد قمت مستبعد القليل. كسب المزيد من المبيعات ولا الأرباح لقيت هنا profits كلمة profits يا مستر يعني الأرباح وتبقى الإجابة هي دي. السؤال اللي بعده كلهم بادئين بلقد اتخذت هنقول بقى معلومة مهمة جدا عن كلمة لقد. كلمة لقد دي دايما في الانجليش بتترجم لمضارع تام يعني دايما have وهاز زائد البي بي. لقد اتخذت الحكومة خطوات ولا أقدام جادة. يا مستر أنا مش محتاج أرجع للإنجليش هي استحالة تكون أخدت أقدام جادة هي أكيد خطوات بس برضه هي كلمة steps يعني خطوات. خطوات حرجة ولا جادة. أنا جيت أبص بقى كده يا مستر لقيتها إيه serious وسيريس يعني جادة وتبقى الإجابة رقم B لأن مفيش خطوات خطيرة ولا خطوات حرجة الإجابة خطوات جادة. حتى لو حاولت تكمل للعناية بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتيسير كل السبل لجعلهم أداة من أدوات التقدم تبقى الجملة بتاعتك مظبوطة 100%. السؤال اللي بعده إن الحياة مليئة التقلبات العقبات التقلبات الأزمات. تعال نشوف كده ups and downs كلمة ups and downs يعني تقلبات فقمت مستبعد العقبات وقمت مستبعد الأزمات. ولذا يجب علينا أن نزود شبابنا بالخبرة والنصح ليصبحوا قادرين على قهر التحديات ولا قهر الأزمات. لقيتنا مستر challenges وكلمة challenges يعني تحديات وتبقى الإجابة ألف. بعد كده يا مستر تعالى نبدأ الترجمة الإنجليش. نصحتك قبل كده قلت لك لو أنت واحد زي حالاتي نظرك ضعيف تقدر يا مستر تشد خط كده ما بين الترجمة والتانية بحيث إن ده يسهل عليك الرؤية شوية وعينك ما تزغللش وتسرح وتدخلهم في بعض. هنشد خط كده وخط كده وخط كمان كده ويلا نبدأ. هنا لقيت the entire هنا لقيت the whole world هنا the entire world. طبعا يا مستر الطالب اللي مستواه ضعيف ما يعرفش ان كلمة the entire world وكلمة the whole world الاتنين هيدوك نفس المعنى. تعال بقى نكمل هنا is suffering وهنا is suffering وهنا suffers وهنا is suffering هتمشي برضه يا مستر بنفس المعنى. suffer of ولا suffer from قال لك لا يا مستر هي suffer from وساعتها هنستبعد دي. يلا نكمل احنا كده استبعدنا دي ما نبصش عليها تاني. بعد كده يا مستر لقيت هنا from severe crisis هنا from beaten crisis هنا يا مستر severe كلمة beaten يعني مضروبة أو مخفوقة هنا هي أزمات طاحنة يبقى يا مستر شديدة فقمت مستبعد beaten عشان نجيب كلمة severe crises that have severely affected the economy and increased inflation يعني اللي هو التضخم معدلات التضخم and unemployment rates. Therefore we must هنا لقيت بقى يا مستر increase
إنما هنا لقيتها decrease، فجينا نبص كده يجب علينا زيادة الإنتاج وتبقى increase اللي هي إيه؟ آخر قطعة ترجمة معانا النهاردة، يلا نشوف. we have we have we will have. أنا هنا يا مستر لقيتها يجب أن يبقى زمانها يا مستر مضارع فاستبعدت دي. we have to teach هنا يا مستر learn. الفرق ما بين verb learn و verb teach، كلمة learn بيجي مع ال students اللي بيتعلموا، إنما كلمة teach بتيجي مع المعلم الذي يعلم، عشان كده كمان جاي منها كلمة teacher. يا مستر يجب أن نعلم ولا نتعلم؟ لا يا مستر نعلم، فاسمنا مستبعدين دي. We have to teach the new generation ولا the young generations؟ مستر الاتنين يمشوا بنفس المعنى عادي. the value of work، وهنا بقى لقيت فرق loyal ولا loyalty؟ طبعا هنا يا مستر لقيتها الولاء، كلمة ولاء أو إخلاص يعني loyalty تبقى الإجابة B. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله هتستنونا في بارت 2 اللي هننزل فيه إجابات أسئلة الامتحانات السابقة بتاعة يونت 3 and يونت 4. أشوفكم على خير، كان معكم مستر حسام طلعت، سلام.